الاوفلاين قوي جدا، وما ينفعش الاوفلاين من غير الاونلاين، وما ينفعش الاونلاين من غير اوفلاين. يعني زمان يعني الناس كانت تفتح محل فتحي عليمه ازاي يا كريم ويرشوا ميه قدام محل كده ويبيع. لكن النهارده انت لو عندك محل اوفلاين وما عندكش اونلاين تشانل قويه بتعمل ادز وبتصب عليه ترافيك، مش هيشتغل. والعكس صحيح، لو عندك اونلاين ستور قوي وعندك براند قويه وما عندكش محل يوم قوي الناس تنزل تشتري منه، تنزل يوم الوقفه، يوم العيد، في رمضان، حاجه اوت اوف ستوك، عنده مشكله ينزل لك، عايز حاجه بسرعه، مش هيقدر يستنى شركات الشحن اللي فيها مشاكل عشان بلاك فرايدي وزحمته ولا وقفه العيد وزحمتها. كل الاتنين بيكملوا بعض، الاتنين بيكملوا بعض. وشطاره البراند الناجح او البيزنس الناجح انه يعمل تجربه للعميل بتخلي الاتنين مع بعض. اهلا بيكم في 5 بيزنس. انا اسمي يوسف العقاري، استشاري نمو رقمي او ديجيتال جروث كونسلتنت، بساعد الشركات ان هي تكبر وتبيع اكتر اونلاين. في حلقات الضيوف زي الحلقه دي بنركز على الجروث بتاع البيزنس بتاع الضيف، يعني الشركه بتاعته كبرت ازاي، كبرت قد ايه، وبنركز في نفس الوقت على البيرسونال جروث بتاع الضيف، او هو خلينا نقول التطور الذاتي بتاعه، هو اتغير ازاي. لان الشخص لما بيكون بيدير او شغال في شركه صغيره والشركه دي تكبر جدا، انا قناعتي ان الشخص ده بيختلف جدا. وفي القصص دي بيبقى فيه خلينا نقول دروس مستفاده كتير ممكن ان شاء الله حضراتكم تستفيدوا منها. ضيف النهارده هو العضو المنتدب ومدير عام شركه 2S هوموير. شركه 2S هوموير بايعه تقريبا السنه اللي فاتت، مطلعه اكتر او حوالي 100,000 اوردر. بنتكلم في مليون داونلود للابليكيشن بتاعهم، بنتكلم في 10 مليون ويب سايت فيزيت، تقريبا 350 موظف، 14 فرع. ارقام يعني مش صغيره. والامبرسيف بالنسبه لي او الحاجه اللي برضو عجبتني جدا ان تقريبا ال5 أو 6 سنين اللي فاتوا 2S هوموير كانوا بيضاعفوا حجمهم. وما كانش الموضوع لما حد بيجي يقول لك انا بضاعف الحجم البيزنس بتاعي، انت ممكن تقول طب ما انت كنت ممكن واحد كان بيطلع اوردر في السنه اللي فاتت، فالسنه اللي بعدها بيطلع اوردرين، فبيقول لك انا ضاعفت البيزنس بتاعي. بس احنا في الارقام دي بنتكلم على حاجه يعني مختلفه طبعا تماما. على الصعيد الشخصي هو شخص اون ذا جراوند جدا، شخص بينزل بيشمر وبيعمل حاجات كتير جدا بايده، بيحب يعرف الحاجه بتشتغل ازاي او بتمشي ازاي. وعلشان هو يعتبر صديق شخصي ليا، حاجه تانية برضو، انا في رأيي الشخصي هو في كارير تاني او في حياة تانية كان ممكن يكون كوميديان بشكل او باخر، ستاند اب كوميدي، ممثل كوميدي، حاجة بشكل او باخر ليها علاقة بالكلام ده. ف يعني ده اللي انا المعلومات بشكل عام كشخصية او ليها علاقة بالبيزنس اللي اعرفها او اللي حابب ان انا اتكلم فيها. ضيف النهاردة هو محمد شحاتة من 2S هوموير. قبل ما نرحب بيه بحب افكركم بس، لو بتتفرجوا على يوتيوب، دي من اول كام حلقة احنا بنسجلها على يوتيوب بعد لما كنا اوديو اونلي بس، فياريت تعمل لايك عشان الحلقه توصل لناس اكتر، تعمل سبسكرايب عشان توصل لك كل الحلقات، وانزل اعمل كومنت تحت قول لنا مين الضيوف اللي انت حابب تسمع لهم او ايه المواضيع اللي انت حابب ان احنا نتكلم عليها في 5 بيزنس. لو انت بتسمع البودكاست عن طريق ابل بودكاست او منصات البودكاست التانية، ياريت تعمل ريتنج او ريفيو للحلقات وتبعت لي اي فيدباك عندك. محمد شحاتة، اهلا وسهلا واهلا بيك في 5 بزنس. ازيك يا يوسف؟ ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كل زي الفل. بقالنا كتير شويه، يعني بقالنا شويتين 3 لدرجه ان انت كنت يعني ممكن اكتشفك رحت بودكاست منافس. لا. بس الحمد لله لحقتك يعني. عاده في ناس كتير بتحب تبدا الحلقه ب الباك جراوند الشخصي بتاعك وانت عملت ايه وكده. انا هرجع للنقطه دي وهنتكلم فيها، بس انا عايز ابدا من النص شويه في حاجه، في سؤال اثار فضولي جدا، وهو ان في الفترة اللي فاتت في ناس كتير من اصحابنا، في ناس احنا نعرفهم كويس قوي، انت كنت من ضمن الحافز الاساسي. البيزنسز بتاعتهم كانوا بيبيعوا اونلاين بشكل عنيف جدا، وفي منهم كتير ما كانش بيفكر اصلا ان هو يفتح فرع، وانت كنت من احد الاسباب الرئيسية اللي خلتهم يفتحوا فرع على ارض الواقع. واعتقد الرياكشن بتاع معظم الناس دي كان اللي هو انت كان فينك من زمان، او انا ليه ما فتحتش فرع من زمان، او ايه الجمال ده. احنا بنتكلم في ده في وقت حاجه زي امازون مثلا في امريكا، الناس كلها بتتكلم على لا بعد الكوفيد وكله اونلاين، وحاجه زي امازون كانت بتعمل 1 داي شيبينج، بقت بتعمل اوفر نايت شيبينج، واللي هو انت تطلب الساعه 12 بالليل في امريكا، تصحى يعني تحط راسك على المخده تنام، تصحى من النوم الصبح
تلاقي الباكج موجوده. بنتكلم حتى في ان هم بقوا بيعملوا ان انت مثلا لو بتطلب جاكيت ممكن يبعت لك 3 مقاسات، وهو من على السايت بتطلب ال3 مقاسات ولا الالوان وكده، وليك حاجه زي مش فاكر الرقم بالظبط 30 يوم او حاجه زي كده تجرب براحتك وترجع الالوان او المقاسات اللي مش نافعه وتخليها عندك. ففي توجه من الشركات الكبيره جدا وبره لحته يلا اونلاين، يلا كله، يلا في ريتيل ستورز بتقفل في امريكا، ومع ذلك انت بتدي الناس نصيحه عكس كده، والناس بتبقى طايره من الفرحه ان هي خدت بالنصيحه دي وبتقول انا ليه ما خدتهاش من زمان. سؤالي هنا، لو في الاول سريعا تقول لنا 2S انتوا بتعملوا ايه او بتبيعوا ايه، وبعدين تقول لي ليه الناس، ليه انت بتنصحهم بكده، وليه هم بيحسوا ايه ده كان فينك من زمان يا اوفلاين ستور او يا ريتيل. طيب احنا الاول 2S هوم وير، احنا فاميلي بزنس، بدات في 1985. والدي هو اللي بداها، و2S دي stands for اسم والدي ووالدتي سمية وشحاته. ابويا كيوت عمل كده عشان يسمي اللوجو، يعني يسمي البراند. واحنا من سنه 85 بدانا ان احنا كنا ماركت بليس لبراندات الهوم وير كلها، ما كناش بنصنع منتج باسمنا. يعني ايه؟ يعني كان في اكتر من براند في السوق موجود لهوم وير كتير، براندات معروفه لوكال كبيره جدا لهوم وير. فاحنا ما كناش عندنا براند اسمه 2S هوم وير، ولا كان في براند اسمه 2S. كنا مجرد ريتيلرز بنشتري منهم وبنشتري ونبيع المنتجات بتاعتهم، وبناخد المارجن بتاعنا. جينا في 2000 واحنا من بيزنس من 1985. انا خريج اقتصاد ايكونومكس UC، اتخرجت في 2012. قعدت سنه في امريكا، كنت بدرس في جامعه هناك في ماريلاند. رجعت، انا والدي كبير في السن شويه، يعني ربنا يديله طول العمر، عنده 78 سنه. كان تعرض لوعكه صحيه مثلا من 15 سنه، فطلع منها كده نفسه ان احنا نشرب البيزنس منه، من رغم ان احنا كنا صغيرين جدا، كان عندنا مثلا 15 14 سنه. هو لازم طالع ان هو لازم يشربنا الشغل بتاعه. فكنا بيخلينا ننزل مع الشغل على طول في رمضان، في الصيف، حتى في المدرسه ممكن بالليل ممكن نرجع. مدرستنا كانت جنب الشغل بتاعه، جنب اول محل فتحناه في ارض الجولف في مصر الجديده. كان مدرستنا بتمشى من المدرسه للمحل ده، انا فاكره محل لسه موجود في نبيل وقاد. فيعني هو ده دراسيا عمل فيكم، يعني انا عايز ارجع للنقطه بس خلينا نجاوب عليها سريعا علشان تعرف تجاوب على الجزء الثاني من السؤال. ده دراسيا عمل فيكم ايه وانتوا 15 سنه بتشتغلوا؟ هل اثر عليكم؟ لا خالص. انا كنت ثانويه عامه، كنت جايب 100% في ثانويه عامه ما شاء الله. وكنت بلعب كوره ميه في النادي الاهلي، كنت واخد 4% تفوق رياضي. الشاطر شاطر في كل حاجه، والشاطر بجد شاطر في كل حاجه. فكره الشطاره، انا والدي يعني كان دايما يقول لي انك تنجح ده عادي، انك تجيب 60% 70% عادي، بس انك تتميز وتجيب 100% هو ده اللي مش عادي، هو ده اللي المفروض الواحد يبقى عايزه. مش انك تجيب انك تنجح بس عديت المجموع او نجحت خلاص انت كده شاطر. لا، الشطاره ان واحد او اتنين بس هم بيطلعوا الاول على المدرسه او على الجمهوريه او ف فلا، ما اثرش. ردا على سؤالك، ما اثرش على دراسيا. انا كنت ادبي ثانويه عامه، كنت عارف انا عايز ايه ونفسي، يعني انا كنت شاطر، جايب 100% في ثانويه عامه، فالحمد لله كنت شاطر. والدي قاعد يصر ان انا اخش هندسه عشان شاطر، كنت بحب الماث جدا، انا بحب الارقام جدا. قال لي خش هندسه، لا انا مش عايز هندسه، عشان انا عارف في الاخر انا عايز اشتغل في شغل. انا بحب التجاره، جدي كان تاجر ووالدي تاجر. والدي مهندس نسيج وساب الهندسه وبقى تاجر، وانا تاجر. فما كنتش حابب ان انا اخش هندسه او اي حاجه تانية. كنت شايف ان في الاخر انا اروح للبيزنس، فاخش ادبي. دخلت في الاول بيزنس ماركتنج في UC، ما اتبسطتش، بحكي لك ليه، مش عايز ادوهك، بس لا، ما اثرش عليا تعليميا خالص. اكمل لك احنا بدانا ازاي. كنا تجار، جينا في 2000. انا بقى بدات، انا جيت بعد ما اتخرجت من الجامعه في 2012 ايكونومكس. لقيت ان كل اصحابي، انا قدمت في شغل، قدمت في فودافون في ديسكفري، كان اسمه ديسكفري بروجرام. قعدت امشي كده في الانترفيوز لغايه ما وصلت الجوب ماستر انترفيو، اخر حاجه بزنس كيس. انا مش حد ثيوريتيكال اقعد اعمل بزنس كيس والكلام ده خالص. حتى احد اسباب ان انا سبت ماركتنج، انا كنت ميجر ماركتنج في الجامعه، وعندنا اللي يخش ماركتنج ما فيش حاجه اسمها ديكلاريشن فروم ذا جيت. يعني عشان تخش UC ميجر ماركتنج ما فيش حد، هم بياخدوا اعلى 3 مجاميع من كل شهاده، من IG، من امريكان، من IB، من ثانويه عامه، ويخليهم يخشوا اللي هم الديكلاريشن هم عايزينه. بس كماركتنج كان صعب جدا.
فانا كنت ديكليد ماركتنج فروم ذا جيت. جيت في سنه تانية لقيت نفسي باخد حاجات كلها ثيوريتيكال، انا مش مبسوط. الدفعه كلها بنعمل بروجكتس وكده، وانا مش كنت حابب ان انا كل حياتي في الجامعه تبقى بروجكتس وكده. الكلام كله كان ثيوريتيكال، سيجمنتيشن وسوات اناليسيز، حاجات انا اصلا شغال مع والدي بقالي سنين. ما اكيد ما كانش عندنا سيجمنتيشن، كنا مجرد محلين، المحل الواحد 50 متر، كان مبيعاتنا ولا حاجه، يعني كنا حجم بيزنس صغير جدا. بس ما حسيتش ان انا ده اللي انا حابه ولا ده اللي انا بتعلم منه. ان انا طبعا مش بقول ان ماركتنج حاجه غلط، بس انا مش ده كان شغفي، مش ده خالص كان شغفي. سافرت امريكا في 2011 وقت الثوره، رحت جامعه في امريكا في ميرلاند، خدت ايكونومكس هناك، كورسز ايكونومكس اكتر، حبيت ايكونومكس جدا. رجعت كنت بحب اذاكر ايكونومكس، عملت دروب لميجر ماركتنج وكملت ايكونومكس واتخرجت ايكونومكس، وخدت الكورس اللي خدتها في ماركتنج دي عملتها ماينر واتخرجت بايكونومكس. خليني ارجع لحظه للبيزنس. انتوا كنتوا في الاول زي ما انت بتقول، انت كنت بتبيع اصلا حاجات الغير. ده اتغير امتى وبداتوا في 2017 حد صاحبي جدا وصاحبك جدا مصطفى مجدي بالما جه قال لي، كنا اتخرجنا من الجامعه بدانا نبقى اصحاب، هو عنده بيزنس وانا عندي بيزنس فما عندناش مواعيد، بنتكلم بقينا نبقى اصحاب من 2000 ومش عارف 14 2015. جه قال لي بص يا معلم، اللي انت بتبيع اوفلاين بس ده غلط، انت لازم تبيع اونلاين. قلت له مصطفى يستحيل ابيع بيجامه، يستحيل ابيع اندروير، يستحيل ابيع حاجه ملابس شخصيه داخليه حريمي اونلاين، مستحيل. في قياس وفي مقاسات وفي اللون وفي الهاند فيلينج وفي كل الكلام ده، يستحيل. قال لي اسمع كلامي. قلت له حاضر يا مصطفى. عملنا فيسبوك بيج عشان يريحوا، بس عملنا فيسبوك بيج في 2016 2017، بقينا نحط عليها البرودكتس، صور البرودكتس، ما كناش بنصور، كنا بنجيب صور شبه البرودكتس اللي عندنا ونحطها، وما بنوصلش. الزبون يخش يكتب في توصيل، طب في شحن، طب في اونلاين، لا مفيش كده. رحنا جبنا برودكت واحد انا فاكره كان روب رجالي شتوي، حطيناه، بقينا نبيع منه كتير جدا 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 جدا. الناس بتطلبه اونلاين، بقينا نبيع منه كتير جدا. فساعتها واحده اقتنعت بقى ان اقتنعت في حاجه هنا، اقتنعت ان في حاجه هنا. هرجع بقى ردنا على سؤالك، ايه اللي خلانا نغير من ان احنا مجرد ريتيلرز تجار بنشتري من السبلايز بتوعنا اللي هم براندات تانية مشهوره جدا في مصر دلوقتي ونبيع لهم حاجتهم، ان المارجنز اللي كنا بناخدها كانت ضيقه جدا، ما تسمحلكش ان انت ولا تصور البرودكتس بتاعتك، ولا تعمل ادز، ولا تعمل ستراكشر لسيستم، ولا مخازن، ولا توصل البرودكتس. انت محتاج مارجن كويس عشان تقدر تعمل اعلانات، تقدر تصور البرودكتس دي بشكل كويس، لان جزء كبير من بيعه الاونلاين هي الصوره او الكونتنت. فشغله التجاره ما كانتش مساعدانا بكده. بالرغم من ده احنا لسه في تو اس محتفظين بيه 15% من البرودكتس اللي عندنا او من السيلز اللي عندنا مش براند تو اس، محتفظين بيها بسبلايز تانيين بنكمل بيهم الكولكشن بتاعنا. 85% براند تو اس وايلد ليبلد، و15% ممكن يعني براندز تانية بنبيعها. ممكن تقول ان احنا يعني ديبارتمنت ستور للهوم وير. يعني تخش عندنا في ناس لسه، يعني الناس العواجيز، فانيلا جيل الداخلي هو خلاص هو عارف مقاسه وعارف هو بيلبسها بقاله 20 30 سنه، مش عايز اغيرها، لسه محتفظين، مش عايز اخسر العميل ده. عندي ايتم بتاعي نفس الكواليتي، غالبا متصنع عند مصنع منهم، من المصانع اللي ببيع لها حاجتها. اذا نفس فكره امازون لما بيلاقي ايتم شغال بيروح يقول له طب بقول لك ايه، ما تصنعه لي بكميات اكبر. نفس الفكره احنا بنعملها في تو اس، ان احنا ممكن نروح للسبلاير بتاعنا اللي بناخد البراند بتاعه، بنقول له احنا عايزين ننجح معاك، عايزين ننجح احنا وانت ننجح، وانا عندي براند النهارده وبراند نيم قوي في السوق، وانت عندك براند نيم، طب ايه المشكله ان احنا نعمل كولابريشن مع بعض؟ اعمل البرودكت بتاعي عندك، هبيع تقريبا بنفس السعر، ممكن اقل شويه، انا مضحي بالبروفيت مارجن بتاعي، ما عنديش مشكله، بس انا اخد منك كميات كبيره جدا من البراند بتاعي. بس دي حته. في حاجه انترستنج جدا انت يعني قلتها، ان يعني انت كنت اوف لاين ومصطفى زقك الاونلاين، وانت عملت العكس بالظبط معاه ومع كذا حد تاني. فيمكن ده رجوع شويه للسؤال اللي كان في الاول. في ظل ان كل الناس بتقول اونلاين 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 وما تفتحش على الارض وتكاليف ومش عارف ايه او كده، انت كنت بتدي النصيحه بثقه، لا انت بادي اونلاين انزل اوفلاين. واعتقد ان يعني كذا حد من اللي قلت له كان اصلا بيصد جامد قوي في الاول، اللي هو لا 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 واونلاين وكده، وكان الرياكشن بتاعه مختلف تماما لما نزل. زي ما كنا بنقول، كان اللي هو انت كان فينك من زمان وانا ليه ما عملتش كده من زمان؟ ليه دي
ايه اللي عمل دي؟ بص، مصطفى كان بيقول لي يلا جو اونلاين في 2017، وانا بقول له يا عم جو اوفلاين. ستيل الماركت في مصر الاي كوميرس ماركت قوي جدا 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 جدا، بس ستيل بيمثل اعتقد مش اكتر من 5% من السوق في مصر. لسه في ناس عايزه تنزل تشتري وتمسك الحاجه بنفسها وتتاكد ان هي ترجع. في لسه الماركت مش ماتيود. وعايزه حد تمسك فيه لو حصل مشكله على الارض. انا بشوف وجهه نظري ممكن تكون يعني صغيره جدا، بس طالما لسه في كاش اون ديليفري، لسه الماركت مش ماتيود زي امريكا الماركت. بص ماتيود ازاي، ان هو الناس بتطلب الحاجه وما عندهاش شك لو لثانيه ان هو يعرف يجيب حقه لو المنتج ده ما طلعش صح. انت بتتكلم في نضوج ماتيوريتي نضوج مختلفه. فانت في ماركت لسه ما نضجش في الاي كوم، فانت ازاي سايب ده؟ الاي كوم شكله حلو. البراند ممكن تلاقيه اونلاين شكله جميل جدا، متزوق حلو قوي 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 قوي، بس يعني فده بيخلي الناس عندها شغف، مش شغف، عندها حب ان انا البراند بتاعي ببوزيشنه في المكان ده. انك تعمل ويب سايت حلو اسهل ما تعمل محل حلو، ارخص ما تعمل محل حلو، فاهمني؟ فالناس بتبعد شويه عن الاوفلاين. بس اللي انا كنت بقوله لمصطفى او لغيره من اصحابنا، الاوفلاين قوي جدا، وما ينفعش الاوفلاين من غير الاونلاين، وما ينفعش الاونلاين من غير اوفلاين. يعني زمان يعني الناس كانت تفتح محل فتحي عليمه ازاي يا كريم ويرش ميه قدام المحل كده ويبيع. لكن النهارده انت لو عندك محل اوفلاين وما عندكش اونلاين تشانل قويه بتعمل ادز وبتصب عليه ترافيك، مش هيشتغل. والعكس صحيح، لو عندك اونلاين ستور قوي وعندك براند قويه وما عندكش محل يوم قوي الناس تنزل تشتري منه، تنزل يوم الوقفه، يوم العيد، في رمضان، حاجه اوت اوف ستوك، عنده مشكله ينزل لك، عايز حاجه بسرعه، مش هيقدر يستنى شركات الشحن اللي فيها مشاكل عشان بلاك فرايدي وزحمته ولا وقفه العيد وزحمتها. كل الاثنين بيكملوا بعض. وشطاره البراند الناجح او البيزنس الناجح انه يعمل تجربه للعميل بتخلي الاثنين مع بعض. يعني احنا عندنا في تو اس ما اعتقدش ان هي موجوده الا في براند واحد تاني في مصر لوكال، انك تقدر تخش على الويب سايت تعرف البرودكت ده موجود في انهي فرع، انك تسلكت الاس كيو بتاع اللي انت عايزه وتشوفه موجود في انهي فرع وتنزل تجيبه، عشان انت عارف ان هو ممكن يكون هيبص بس مش هيشتري. انت عايز بالظبط. طب انت قلت كلمه هنا انا عايز اقف عندها قوي، لان انت قلت رقم مرعب. يعني انت قلت ان تقريبا 95% من المبيعات لسه بتحصل على الارض و5%. ولكن في نفس الوقت خليني اجادلك يعني هنا، في نفس الوقت كنت بتقول ان لا، طب ما اوفلاين من غير اونلاين ما ينفعش. طب ما هو الاونلاين ده 5% والاوفلاين ده 95 او 90%. فحد هيقول لك طب يا عم انا عايز ال 95 ولا 90% ومش عايز ال 5%. ولا اللي انت بتقوله ان ال 90 ولا ال 95% دول مش هيبقوا 95 ولا 90 لو انت مش موجود اونلاين؟ انا بتكلم على حجم السوق التجاره. يعني لو السوق في مصر 100 مليون جنيه، دي حجم التجاره في مصر، 5 مليون جنيه بتتباع اونلاين و95 بتتباع اوفلاين. بس عدم لو انت عندك اونلاين اللي هو ال 95 دول وانت مالكش بريزنس اونلاين، لا انت مش موجود. يعني سوق الهوم وير سوق ما اتطورش من فتره. الناس القائمين على السوق ناس محترمه وشاطره جدا جدا جدا، بس السن ما فيش شباب فيه كتير قوي ليتلي طلعوا. الاجيال البيزنس اللي ناجحه في الهوم وير هتلاقيها، انا هتكلم على الهوم وير او مش هتكلم على الفاشن، عشان الفاشن لا، في الفاشن الحريمي والرجالي والمودست وير لا، في ناس صغيرين جامدين. بس حته الهوم وير احد اسباب نجاحنا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان سن الشركه عندنا صغير. يعني احنا كلنا من سنتين لا نتعدى 30 سنه، انا عندي 32 سنه، كل شركتي كل الناس اللي معايا في الشركه كان لا يتعدوا 30 سنه تقريبا، الا بس مدير حسابات عشان عايزين حد خبره عشان ما نلبسش في الحيط، هو بس اللي فوق ال30. ففكره ان احنا شباب، فكره ان احنا صغيرين يعني بتخلينا ان احنا سابقين شويه في حته التك وحته الاونلاين وكده. هو ده برضو انت جاوبت على سؤال انا كنت ممكن اساله قدام. ان انا مراتي كانت دايما تقول لي اللي هو الحاجات اللي هي هدوم البيت والحاجات دي، انا قليل قوي لما بلاقي حاجه عدله اصلا اونلاين. فيمكن ده من اللي انت بتقوله ان هو له علاقه شويه ممكن بسن البراندات دي، صح، وعدم قدرتها على ان هي ما تطوروش تتطور بالشكل. وده مش عيب، هي سن. ابويا يعني ما كانش يعرف فيسبوك، يعني ما يعرفش فيسبوك. في براندات عظيمه كبيره جدا التواجد بتاعها على الاونلاين مش قوي كفايه. طبعا دلوقتي ابتدى لان الموضوع بقى ايزي تو اكسس، بقى في ايجنسيز ممكن تسهل لك انك تخش.
احنا لما بدانا في 2017 ما كانش في يعني شركات شحن كانت قليله، هي كانش في الا بوسطه تقريبا هي اللي ساعدتنا، وارامكس كان لسه ما اتطورش، بس بوسطه اللي ساعدونا. فكان لسه الانفايرمنت البيئه بتاعت الاي كوم ما كانتش كملت. بس دلوقتي اي براند هوم وير كبير عايز، حتى لو اللي سايق البراند فوق سنه مش شباب زينا صغير، عايز يقتحم عالم الاونلاين او الاي كوم، سهل النهارده في ايجنسي تقول له تعالى يلا نعمل ويب سايت، يلا نعمل فيسبوك ادز، يلا نصور بالطريقه الفلانيه. بقى في ايزي اكسس. انت لو عشان تجيب ارت دايركتور، احنا عندنا تيم ارت دايركتورز 2 شطار جدا جدا جدا، هم المسؤولين عن الكونتنت بتاعنا. وهم اصحابي، يعني احنا اصحاب عشان بنسافر بره نصور، فهم يعني احنا مش بنشتغل، احنا اصحاب شخصيا يعني. فالنهارده عشان تيجي تعمل عشان تجيب حد ارت دايركتور 4 سنين خبره مفيش، 5 سنين خبره مفيش، بس ممكن تجيب محاسب 10 سنين خبره. بس من 3-4 سنين شغلانه الارت دايركتور ما كانتش موجوده، شغلانه الميديا باير ما كانتش موجوده، شغلانه الفولفيلمنت، حد فولفيلمنت سنتر مانجر ما كانتش موجوده. عشان تهير واحد زي ده ما كانش فيه. فاحنا غالبا كل واحد بيشتغل الشغلانه اللي احنا فيها ما كانش اشتغلها قبل ما يجي. يعني مدير الفولفيلمنت هو جه وتعلمها، ما كانش فيه اصلا هيجي منين، ما هو ما كانش فيه اصلا قبلينا حد بيعمل الحته دي، فاهمني؟ الا بقى نجيب حد من مالتي ناشونال من الامازون، وده كان يستحيل ندفع له فلوس، فاهمني؟ بس فدي ردا على سؤالك. حلو. طيب لا هنرجع للبيزنس تاني، نسيب البيزنس شويه، نرجع للرحله الشخصيه بتاعتك. يعني انت بدات تشتغل من وانت عندك 15 سنه لظروف صحيه لوالدك ربنا يديله الصحه. لو سالتك ده يعني لو رجع بيك الزمن، هل كنت ممكن تقول انا من اللي انا سمعته منك قبل كده واحنا اتكلمنا انت كنت بتشتغلوا كتير جدا، فهل مثلا ممكن تقول لنفسك انا لا كان نفسي الفتره دي كنت عشت شبابي، عشت طفولتي او كده، ولا الجين او الاستفاده اللي انت استفدتها في الفتره دي تتعدى اي حاجه تانية؟ يعني تنصح حد في السن ده ان هو يعمل زيك، ولا لو رجع بيك الزمن كان الموضوع هيختلف؟ لا يعني يشتغل. الراجل المفروض، يعني انا بشوف الراجل والست المفروض في وقت بعد ما يتخلص من الجامعه يركز في حياته العمليه ويبني نفسه ويعمل لنفسه قيمه. يعني يعمل لنفسه النهارده يعمل لنفسه وضع مادي، وضع اجتماعي، لازم يشتغل. انا 2015 مثلا 2015 كنا عندنا محل 50 متر، محلين، واحد في مدينه نصر وواحد في مصر الجديده. ما كانش عندي مكتب، كان مكتبي 60 متر تحت السلم في محل مصر الجديده. ارتفاعه كليرنس كان متر 70، ارتفاع المخزن ده متر 70. انا فاكر حد اي تي معايا دلوقتي في الشركه هو طويل، اول مره جيلي خدنا 6 غرز هنا عشان اتخبط. فلازم يشتغل. انا كنت المكان ده بقعد فيه 12 ساعه في اليوم، كنت بفتح المحل وبقفل المحل، اتعلمت كل حاجه في المحلات، اتعلمت كل حاجه مع التعامل مع الناس، مع العملاء بتوعنا. عملنا امبلمنتيشن، احنا عندنا دلوقتي ERP اعتقد ان احنا شطار فيه. ده ثالث ERP نعمله امبلمنتيشن. كنا شغالين زمان بحاجه اكسس داتابيز، وبعد كده حاجه سيكوال داتابيز وديسكتوب ابلكيشن. كانوا الناس الجماعه اسكندرانيه محترمين عدت بمراحل كتير. وبعد كده ان الواحد يشتغل. لا يعني بعد الجامعه انت لسه عندك وقت وعندك باور انك تشتغل وتتعب نفسك وتيجي على نفسك عشان تعمل نفسك مكانه ماديه واجتماعيه. فلو رجع بيا الزمن الصراحه لا هعمل نفس اللي عملته تاني الصراحه، مش هغيره. وانصح اي حد، لا اي ولد اي بنت يخلص جامعه يشتغل عشان يحقق نفسه. مش بقول ان انا بطلت اشتغل النهارده، بس ممكن بكون بشتغل وقت اقل. ربنا يرزقني بياسين لسه ما شاء الله. وممكن يعني ابقى عايز اقعد وقت اكتر معاه، اقعد مع مامته اكتر يعني. فلا انا شايف ان الواحد بعد ما يخلص جامعه، وقبل ما يخلص جامعه، حتى قبل ما يخلص جامعه، الجامعه في وقت فاضي كتير تشتغل. يعني احنا عندنا في الشركه في ناس في السيلز تيم ولسه طلبه في جامعات. فلا يعني ده الصح. بره بيشتغلوا وهم عندهم 16 سنه. انا كنت في جامعه في امريكا في ميرلاند، ما كانش في موظفين في الجامعه، احنا كنا موظفين. انا كنت شغال في الكيترينج بتاع الجامعه. لما الجامعه بيبقى في ايفنت حاجه بطلع في الكيترينج عشان الفيزا بتاعتي كانت بتسمح لي ب 20 ساعه بس في الشهر. الجامعه كلها طلبه، مفيش موظفين قليلين جدا، بس طلبه. الجامعه كلها طلبه بيشتغلوا في الجامعه. وانا كنت في AC عندنا طلبه بيشتغلوا في مكاتب الجامعه. فانا شايف ان من اول الواحد يخلص هاي سكول لازم يشتغل ويشتغل كتير، لانه
مش فكره فلوس، فكره ان هي بتبنيك. كل ما بتتعامل مع واحد بيضيف لك حاجه جديده، في كل موقف في الشغل بيضيف لك حاجه جديده. لا يعني. طيب على ذكر الجامعة الأمريكية، لأن ده كلمة الجامعة الأمريكية لوحدها يعني موضع حساسية لناس كتير جدا. هو بيعتبروا إن والله ده انت جايب الراجل ده بقى يحكي لنا قد ايه هو بقى جابها من تحت وحاجات زي كده، وده اصلا خريج جامعة أمريكية. في ناس كتير بتفكر التفكير ده. إلى أي مدى أنت شايف إن أنت كنت خلينا نقول privileged، أو إن أنت كان عندك حاجات معينة يعني اتولدت عندك الامكانيات دي زقتك لقدام، والى اي مدى انت فعلا جبت حاجات معينه من تحت؟ يعني هل في حد لو حد ما توفرلوش التعليم اللي توفر لك، هل انت شايف ان هو عنده نفس الفرص ان هو ينجح زي ما انت نجحت، او يعمل اللي انت عملته؟ الى اي مدى التعليم بقى النظيف الغالي الجامعه الامريكيه الحاجات دي كلها فرقت من وجهه نظرك؟ بص، الجامعه طبعا فرقت ان هي بتنمي دماغ الواحد، بتفتح دماغ الواحد. الجامعه مش هتعلمك، يعني ما خدتش في الجامعه حاجه بشغلي. انا كنت ايكونومكس بدرس المايكرو والماكرو والجي دي بي والكلام ده، ما فيش حاجه فيها علاقه ولا بالبيزنس ولا بالملابس. فالجامعه بتفتح لك افاقك، بتفتح لك دماغك انك تفكر بطريقه مختلفه. كنت باخد جيولوجي في الجامعه، باخد ميوزك. فالجامعه طبعا فادتني، بس في تفتيح الدماغ، مش في حاجه كوي في البيزنس. ردا على سؤالك في حته الحته بتاعت البريفليج، ان انا الجامعه فادتني. انا استفدت من ابويا، ان انا طلعت ما بنيتهاش من الاول بصراحه. لقيت ابويا انا لقيت مع ابويا جوهره، بس ابويا يعني عايز بحس حد يلمع حاله، ان هو عنده محل فيه رجالي وحريمي واطفالي هوم وير، وبيبيع كويس وعارف ايه اللي بيتباع. يعني اتعلمت منه ايه اللي بيتباع وايه اللي ما بيتباعش. احنا لو مسكنا السوق بتاع مصر هتلاقي فيه براندات متخصصه في هوم وير حريمي بس، في براندز متخصصه في اطفالي بس، في براندز متخصصه رجالي بس الكوليكشن بتاع رجالي وحريمي واطفالي ده ما اعتقدش، انا ما شفتوش في مصر ان حد عامل الحته دي الا لو فتح الحته الريتيل. فابويا لقيته مديني، ردا على سؤالك، خدت البريفليج اللي انا خدته ان والدي حطيني على اول الطريق. وطبعا انا يعني ده حاجه احسن حاجه في حياتي. وكان ناقص بس ان واحد اسكيل. يعني ابويا كان معاه جوهره، ناقص بس ان احنا نسكيلها، نعمل من الجوهره دي 100 جوهره بس. فده اللي انا استفدته بصراحه، اللي انا استفدت البريفليج اللي خدت بيه، ان انا بدات من خط البدايه، سابق كام خطوه في الحته دي كلها. بس الجامعه يعني انا الجامعه كنت واخد اسمه ايه، واخد سكولارشيب سبورتس عشان الرياضه، واخد سبورتس سكولارشيب. انا ابويا كان رافض خلاص اخش جامعه امريكيه تماما. يقول لي يا ابني انا كنت بخاف اعدي جنبيها في التحرير لا يتقبض عليا. بس انا اصريت اخش الجامعه الامريكيه، عشان التفوق الرياضي اللي كان معايا ساعدني، والتفوق التفوق الاكاديمي اللي كان معايا الحمد لله برضو ساعدني. والجامعه بتقدر ده، يعني بصراحه الجامعه عندنا كويسه جدا في الحته دي. حلو جدا. يعني علشان بس الناس اللي سمعانا، عشان بس ما تقولش يا ده جامعه امريكا، هو الراجل ما قالكش ان هو بدأ من تحت ولا ابتدى الشركه، قال لك الراجل كان معاه جوهره وانا خدت خطوه ان احنا نخليها 10 جواهر 100 جوهر. طيب على سيره، علشان دي مهمه قوي، يعني انت قلت اتعلمت من الوالد حاجه مهمه قوي، ومن ضمن الحاجات دي ايه اللي بيبيع. السؤال ده هو الذي حير الملايين، يعني فاهم ازاي اعرف ايه اللي بيبيع، ايه الخطوات العمليه اللي انا ممكن اخدها؟ لان ما اعرفش يعني هتتفق معايا ولا لا، في اوقات كتير بيبقى شخص عنده يقول لك البراند انا جاهز من مجاميعه بس انا مش ببيع. طب ليه يا عم مش بتبيع؟ لا انا بس محتاج واحد ماركتينج حريف هو اللي هيجي وهتتحل جميع مشاكلي. فانا مش مقتنع بهذه المقوله، عشان شفتها كتير جدا بتتكرر. الناس ما بتعرفش حاجه، دور على يوتيوب ازاي اعمل كام اعلان وبتاع وبيبيعوا. فاذا الخلطه مش مجرد ان انت تجيب حد تنين بتاع ماركتينج وكده، الخلطه من وجهه نظري، واعتقد من وجهه نظرك من اللي انت قلته، يعني ايه اللي بيبيع، ايه اللي الناس عايزاه. دي اتعلمتها من الحاج. هل تقدر تشير معانا بعض اسرار ازاي اعرف اللي بيبيع؟ مش اسرار. طيب البيعه خلينا نقول جزئين، في بيعه اوف لاين وبيعه اون لاين. بس انا هرجع ورا واتكلم على البيع بس. ماشي. انا شخص مش كرييتيف خالص، ولا مبدع، ولا حتى بحب الفاشن. يعني انا لابس كده، يعني قلت البس اتشيك عشان اجي اقعد معاك. فانا يعني بحب الارقام، وبحب الارقام جدا، وده اللي انا بعرف ادرايف بيه اللي بيبيع. ماشي. انا لقيت والدي
مديني داتابيز من 2002 فيها ايه اللي بيبيع وايه اللي ما بيبيعش. الحمد لله ان البيجامه ما فيهاش فاشن. يعني الموضه دلوقتي الاوفر سايز تي شيرتس والجوجر بانتس والجاكيتس زي انا كنت جاي لك بيه النهارده. دي الموضه، بس البيجامه ما فيهاش موضه قوي قوي قوي. فانا لو معايا داتا كبيره، داتا بيز ايه اللي بيبيع وايه اللي ما بيبيعش في البرودكت بتاعنا، هقدر اتوقع بيه ايه اللي بيبيع. طب احنا في اس بنعمل ايه؟ احنا بيبقى عندنا ميتنج كل اخر احنا عندنا كل حاجه بسيستم، كل حاجه بسيستم، من اول ما البرودكت بيتعمل لغايه ما بيتباع، لغايه ما بيخلص، لغايه ما بنعمل له ريستوك، كل ده على سيستم وسوفت وير. ليه؟ عشان بجد انا مش مبدع، فانا بحب اشوف سيستم، بحب اشوف ارقام، بحب اشوف شاشه قدامي نمشي عليها. ممكن اكون مش ذكي، ما اشوفش نفسي ذكي قوي، بس ده بيساعدني كتير. طيب احنا بنقعد في ميتنج مع السيلز اللي في الفروع، مديرين الفروع اللي عندنا، بنسمع منهم الفيدباك بتاع العملاء ونطلع كل برودكت عملناه السيزون اللي فات ده باع ليه وما باعش ليه. بيبقى عندنا اناليسيس على السيستم، كل برودكت اتعمل منه قد ايه، اتباع منه قد ايه، متبقي منه قد ايه. تعرف ازاي؟ ليه هو بيسال العميل، بياخد منه كومنت، هو قاعد واقف على الارض. هو واقف على الارض اكتر مني، انا مش على الارض. انا مش واقف في الفرع، هو واقف على الارض اكتر مني، فبيسمع فيدباك وبنكتب كومنتس ايه اللي باع وايه اللي ما باعش. طب اللي باع نسكيله بقى، نسكيله نطيره، واللي ما باعش نموته. وهي لايف سايكل. البيجامه تاني ما فيهاش موضه، ما فيش بيجامه بتطلع فيها موضه قوي. يعني احنا كريسماس كوليكشن عندنا دلوقتي، هو ده كريسماس كوليكشن بنتويك فيه حاجات. احنا كريسماس كوليكشن ده بدانا ببيجامه، دلوقتي احنا بنعمل فور فاميليز، الفاميلي فيها 3 ايتمز، يعني 12 ايتم، بدانا بواحد بس باع معانا فشخ فسكلناه. ست معينه نجحت معانا باعت جدا. طب سمعنا سمعنا فيدباك سمعنا فيدباك من الناس في الفروع انها بتبيع، طب يلا نسكلها. فانا ايه اللي بيبيع وايه اللي ما بيبيعش، طبعا في خبره. يعني ما ينفعش مثلا حد مقاس مليان، مقاس دبل اكس 3 اكس، تعملوا حاجه مقلمه، ما هي اصلا هو مليان، مقلمه دي هتخنه اكتر. في بديهيات انا ما بحبش اللون البني. الناس اللي معانا في الشركه عشان المصريين كلهم لونهم بني، فلما البس الست بني مش هشوفها، لاني مش هعمل بيجامه بني، مع ان البيج طالع موضه. بس يعني تاني البيع ازاي، انا ديتا دريفن شويه، وبسمع للناس اللي على الارض، والديتا هي اللي بتحركنا ايه اللي بيبيع وايه اللي ما بيبيعش. ده في كونسبت البيع. طب البيع اونلاين واوفلاين بقى. اونلاين بيكتشر، انا بسميها 3 بيز ولا 4 بيز. بيكتشر، برايس، السعر بتاع المنتج، وده بيفرق جدا اونلاين، جدا 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 في مصر. السعر يعني في منتجات كويسه جدا بس هي ما تنفعش تتباع اونلاين للاسف في مصر. البيع الاونلاين وهتكلم شويه عن الماركت بتاعنا، برايس سنسيتيف شويه، وخصوصا بعد الظروف اللي بتحصل دلوقتي. عشان الخوف ولا عشان يعني عايز يعني؟ بس هو بيبيع اوفلاين، يعني ممكن يشتريها اوفلاين وما يشتريهاش اونلاين، ولا قصدك ولا هيشتريها هنا؟ لو شافها متعلقه في المحل في مكان حلو ممكن يشتريها، بس اونلاين يعني السعر بيفرق كمان، عشان هو بيبقى قاعد اونلاين كاشف 4-5 براندز من بدوسه الزرار، فهو بيقدر يكومبير بسرعه جدا، غير المحل انه بيمشي على رجله ويروح هنا ويروح هنا، ولو مش في مول بيركب عربيته عشان يروح المكان التاني. فالسعر مهم، الصوره مهمه جدا جدا جدا. يعني زمان كنا، يعني انا مصطفى مجدي مؤثر فيا جدا، قال لي كنا بنصور غلط، كنا بنصور في اماكن غلط، بس دلوقتي احنا بنصور في بيت في تركيا. انت هتلبس البيجامه فين؟ في بيت. خلاص ادي الفيلينج للعميل انك هتصور له في بيت. احنا عكس اي كوميرس في مصر ما بنصورش على باك جراوند خالص، مع ان الموضوع هيكتيك جدا ومكلف جدا. بس احنا لو دخلت على touristegypt.com يستحيل تلاقي صوره متصوره على وايت باك جراوند. انت هتلبس البيجامه دي فين؟ في بيت. انا هديك الفيلينج ان انت في بيت، مش هصور لك وايت باك جراوند وشقلب وقلب عشان تتخيل نفسك في يعني بنتكلم كتير في الفاشن بالذات. فكره ان انت تاخد المود من الصوره او كده، وتتخيل نفسك ممكن مكان الشخص او الموديل. اعتقد ده بيفرق كتير في بالظبط. الصوره، السعر، الاعلان. ولو ان ده انا كل الناس اللي بتبدا اونلاين، بس دي كانت موضه من سنتين، فاكر ان في واحد الشاب السحري اللي هيعمل الميديا باينج هيطيرنا. لا خالص، لا 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 لا. لو البرودكت مفيش برودكت ماركت فيت، والسعر غلط، والصوره وحشه، وانت جايب سيدنا ميديا باينج، مش هيعمل حاجه في الاخر. مش بجد هيعمل حاجه في الاخر. وطبعا بقى حواليها الكاستمر سيرفيس اللي بتقدمه وحاجات تانية، بس هو الصورة والسعر والبرودكت فاليديتي، ان في برودكت ماركت فيت، والاعلان ب5% من نجاح البيع.
ده ده الاونلاين. نجاح البيع في الاوفلاين بقى هل يبقى شكله نظيف مترتب، ريحته كويسه، السيلز اللي بيقابل العميل يكون كويس. فدي كل حاجات طبعا كلها كلام انشا مش هقعد اقوله، بس ده بيساعد على بيع الاوفلاين. لو هتبتدي خلينا نقول لو ما عندكش الداتا، يعني انت كنت بنيت الاجابه بتاعتك بشكل كبير على الداتا، ويمكن ده سؤال يعني في يعني ايه، انت هتاسيوم كده او انت ما مريتش ممكن بالتجربه دي عشان كان اوريدي عندك الداتا. بس لو انا النهارده خدت منك الداتا دي وقلت لك ابدا من غير داتا، ايه الاتجاه؟ وانا بسال السؤال ده بالذات علشان ممكن حد يكون لسه بيبتدي جديد او بقاله شويه في البيزنس بس ما عندوش الداتا دي. ف هتجرب، نفترض حتى ان انت معاك كابيتال حاجه يعني معاك فلوس قليل 10,000 50,000 100,000 مش مشكله، ممكن نتفق على الرقم اللي معاك يعني. بس الريسيرش بروسس يعني انا معيش داتا بتاعتي، انا هعمل ايه علشان احاول الحاجات اللي انزلها دي بدل مثلا ما يبقى في منتج من 100 منتج هو اللي يشتغل معايا وانا اصلا ما عنديش البادجت ان انا اعمل كل المنتجات دي وبتاع، احاول اخليهم واحد من 10 ولا من 20 او كده. هل في حاجه انا اقدر اعملها ولا لازم الطش تماما في الاول وبعد كده ابقى اشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي؟ هكوبي يعني احنا هتشوف الناس التانية بتعمل ايه. هكوبي احنا يعني بنكوبي برضو طبعا. بنشوف براندز بره بتعمل ايه. التراكوة مشهورين جدا في البيجامه بتاعتهم، الحريمي سبيشالي، الرجالي مش قوي. بنكوبي الناس الناجحه ونحاول نعمل حاجات شبههم لغايه ما يبقى عندنا حاجه ايدنتيتي بتاعتنا او الداتا نقدر نتراكها. يعني جزء منها في تراين ايرور اكيد، يعني جزء منه. وشطارتك ان انت بعد كده تعرف ايه اللي بيبيع. يعني انت اول ما بدأنا ما كنا بنعك يعني كنا بنعك بعد كده واحده واحده بقينا عارفين ايه اللي بيتباع، واحده واحده بقينا عارفين ايه اللي بيتباع قوي، بقينا فوكس قوي. واي براند بتعدي بالفانل دي كده ان في حاجات ان انا بعمل برودكتس مش حلوه، ذوقها مش حلو، انا فاكر ان هي عجباني، وبعد كده فما اقدرش اقول لك على حاجه بصراحه عشان ما بقاش بقول كلام وخلاص. على حته البيع دي لا، هنجرب هنعمل 10 موديلات، اللي ما يتباعش نحرقه بتكلفته، نطلع منه نبيعه في ديسكاونت في بلاك فرايداي، نعمل عليه باندل، نعمل اي حاجه هيتباع، هنعرف هيتباع يعني. واللي يتباع نعرف نسكيله ونجيب اخوه نعمل جنبه حاجات تانية. لو هتجرب، لو هتعمل التجربه زي ما انت بتقول مثلا على 10 موديلات وانت معاك كابيتال محدود ايا كان الرقم، يعني حتى كنسب هتقسمها. يعني في ناس مثلا تقول لك لا انا اعمل انا مثلا عندي المقدره ان انا اعمل 10 موديلات بس اجيب ستوك 10 قطع من 10 موديلات. لا طب ما انا اعمل 5 واجيب ستوك 20 قطعه من كل موديل مثلا، يعني لو هو لسه بيجرب والدنيا ملطشه معاه. فهل في ابروتش احسن؟ لا في حاجه كان مصطفى انه يعني ممكن لو انا بجد لسه بجرب ولسه ما عنديش اي نو هاو خالص، ممكن اعمل يعني النهارده الاي كوم سهل الدنيا جدا. انا ممكن اعمل ويب سايت، يعني فهي مش صح قوي بس ممكن كتجربه عشان اوفر فلوسي اعمل ويب سايت. مصطفى اللي يعني كان بيعلمنا الكلام ده، اعمل ويب سايت واحط عليه صور البرودكتس اللي انا شاكك فيها، ولما يجي لي اوردرز اشوف ايه البرودكتس اللي اتباعت. هو ويب سايت انا ما عملتش، عشان الناس تبقى فاهمه، انا ما عملتش المنتجات، ما صنعتهاش، ما حطيتش جنيه. انا كل اللي كلفني ال $27 الحلوين بتوع شوبيفاي والصفحه حتى على $50 السوشيال ميديا الناس كانت بتعمل بصفحه $50 الاعلانات اللي اصرفهم في اليوم، ولا $10 اللي اصرفهم في اليوم، وات ايفر رقم. وهعمل 20 برودكت واجيب صورهم اللي انا شاكك فيهم. اكيد يعني في حد عملهم قبل، انا مش حد يعني مش مخترع. هجيب احط صورهم واجرب واعمل تجربه واشوف اللي اتباع. ولما عشان العميل ما يبقاش يتضايق، طبعا بويب سايت اسمه اي حاجه .com، وعشان العميل ما يبقاش يتضايق مني ممكن بعد كده اقول له دي انت كنت جزء من تجربه، ودي خصم 50% لما نعمل المنتج ده فعلا هتشتري مننا. انا بقول دي ممكن تنفع. بس انا الاول عشان بس يدور المكنه. انا رد على سؤالك بقى، لا انا هعمل كولكشن كبير، هعمل 20 ايتم 50 بير ايتم، مش هعمل 10 100 بير ايتم يعني. هوسع عشان يبقى عندي تشانس اكتر ان انا اتعلم اكتر. هوسع الفانل يعني الاولويه موديلات اكتر علشان ازود نسبه ان حاجه تطلق ترشق مع الناس، واعرف بعد كده تبقى دي بيست سيلر او وينر، اعرف ان انا اقررها بعد كده. بالظبط. حلو. ايه رايك في موضوع يعني في بعض البراندات
يعني البراندات الكبيره معظمها فهم الموضوع ده، بس في بعض البراندات اصغر شويه بتشتغل بنظام الكوليكشن. وانا عندي يعني انا يعني بتضايق جدا من النظام ده اللي هو بنظام الكوليكشن، ان هو انا هبيع الحاجات دي في مثلا موسم الشتاء ده، تمام؟ في حاجات باعت كويس جدا 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 معايا، بس انا الشتاء الجاي انا مش هجربها اصلا. انا خلاص بقى شتاء جديد، كوليكشن جديد، ديزاينز جديده، خلاص بقى. فبيرمي اللي كان شغال، وفي سبيل ان ما انا ما ينفعش انا هقعد نفس الديزاين ده ابيعه 10 سنين. ايوه بيع، هقعد بقى ابيعه تاني؟ ما انا كل شتاء الناس بقى مستنيه مني الجديد وكده. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني نسبه الجديد والقديم وبتعمل ايه في اللي بيبيع؟ بتقتل اللي بيبيع في وقت ما ولا تفضل مكمل؟ احنا عندنا طريقه على السيستم بنكاتيجورايز كل برودكت. البرودكت بيبقى ليه اسم، ليه لون، ليه مقاس، ليه سيزن، وليه برودكت كاتيجوري. ماشي. السيزن عندنا حاجه اسمها every winter و every summer ونون سيزونال، وفي سيزون سمر 2022، سمر 2023، وينتر 2022، وينتر 2023. فعندنا البرودكت لو طلع جامد فشخ بيسيب اخواته اللي في سمر 2022 ويخش على every summer. ولو منتج يخش every summer، ما هو ناجح وبيبيع لغايه ما ممكن يقعد 3 4 5 سنين معانا وبعد كده يبقى يموت من every summer او يموت من every winter. دي فكره حلوه قوي. يعني انت عندك كاتيجوري سمر كذا وبتاع، انت بقى هتترقى لو انت اثبتت وجودك بالزبط. في السنه اللي انت نزلت فيها بالظبط هطلعك بقى للافري سمر وتبقى تنزل كل لغايه صيف ما بدل انت تتعب كذا. واكيد بعد 4 5 سنين ممكن المنتج ده يموت ويجي غيره. مش هتشيله او مش هتبطل تبيعه او مش هتبطل انتاجه غير لما يموت؟ ولا غير لما انا اشوفه في السيلز بيقعد لي في اخر السيزون واضطر احرقه. بشوفه في الريبورت ان هو انت عجزت ليه؟ انت تعبت، كنت زمان بتبيع كويس، انت دلوقتي بقيت تقعد لي في الاندنج بالانس، بقيت تقعد لي كتير، انت ايه اللي بيقعدك؟ انا هضطر احرقك بديسكاونت. خلاص اشيله من الافري سمر، او اديه بقى ارجعه تاني السيزون بتاعه، او خلاص او نمسحه او نبطل ننتجه وات ايفر بقى طيب ناخد الاكشن عليه. فلازم يكون عندك ده، لازم يكون عندك حاجه دايما بتعملها، وفي حاجه سيزونال بتعملها، وفي حاجه اللي بتاعت الاوكيجن. يعني كريسماس كولكشن، يعني كريسماس كولكشن احنا عاملين كامبين بيجامه العيد السنه دي، هنعمل حاجه اسمها بيجامه العيد. احنا فكره ان احنا عملنا كريسماس نجحت معانا جدا، طب ما نعمل بيجامه العيد، ما حاجه برضو في مجتمعنا مهمه جدا، كل الناس بتلبس بيجامه العيد. الفكره في الكريسماس ان العيله كلها لبست البيجامه، فالناس بقت تشتري كويس، طب نعمل بيجامه العيد، فاهمني؟ ف لازم يكون عندك حاجه بتعملها دايما، وحاجه بتعملها سيزونال، وحاجه على الاوكيجن. فيعني دي ردا على سؤالك في المنتج اللي ما بيعملوش تاني، لا، لو هو منتج كويس واشتغل معاك طلعه من الوينتر، من وينتر 2023 وديه على افري وينتر، خليه يعيش معاك، يكمل معاك افري وينتر لغايه ما هو يتعب بعد سنه، بعد 2، بعد 3، وبعد كده ممكن تشيله بعد كده. يعني طول ما هو شاب كده صغير ولسه فيه الصحه هيكمل معاك. عشان في يعني انت مش مع فكره ان لا ما هو ده خلاص بقى ده سمر اللي فات ما ننزلوش هنا، طول ما هو بيبيع كويس لا صح هو معايا. صح. طيب عايز اسالك برضو سؤال في نقطه، يمكن نرجع لنقطه كنت اتكلمت فيها من شويه. لو نفترض دلوقتي ان حد بيبيع اونلاين وبدا ان هو يبيع اونلاين، وعشان السؤال ده بيتكرر بيجي لي كتير قوي يعني، وبيقول لي يوسف انا ما ببيعش، وقلت لك ان في ناس كتير بتقول ان ده انا عايز الماركتينج ده اللي هيقوم لي الدنيا وبتاع. كلمه ما ببيعش دي كلمه عامه جدا وممكن يكون فيها 50 مليون سبب. هل في حاجه جو تو يعني زي ما بنقول، او ان انت لو جالك حد كده لسه صغير، بند صغير، قال لك يا عم شحاته الله يكرمك انت راجل كبير في السوق وبتاع، انا ما ببيعش، ايه اول سؤال هتساله له؟ او ايه الحاجات اللي انت هتحاول تحللها او تسالها له علشان توصل انت ما بتبيعش ليه؟ ولا هل انت مش هتساله اصلا وهتقول له انت غالبا ما بتبيعش عشان السبب الفلاني؟ لا يعني مفيش مشكله واحده لكل الناس. يعني لسه حاصل لي حاجه ده زي كده بالظبط. بصيت على الويب سايت بتاعه، التصوير بتاعه، يعني بصيت على الويب سايت، ببص على السعر، ببص على البرودكت ماركت فيت، يعني بجد ده منتج مطلوب، ده منتج مطلوب ولا لا. يعني ببص على الفرايتي اللي عنده، يعني الشخص ده كان حاجاتهم حلوه قوي بس مفيش فرايتي، هو كل عاملينه 4 بيجامات اطفالي هنا، 4 بيجامات اطفالي هنا، مفيش فرايتي كبيره. دي كانت مشكله. الصور مش كلها متصوره على الارض، الصور البيبي يعني فيها جزء كده نفسي كده ان الام تحس ان البيبي كيوت فتشتري. كان بيصوروا بيبي حاجات كلها مواليد، فما حسيتش ان الصوره هم حاجه كويسه جدا والديزاينز حلوه جدا، بس
ما حسيتش من الصوره ان هي اتراكتيف. هم دلوقتي صوروا تاني، اعتقد ان شاء الله الدنيا تشتغل. فنقطه الفرايتي مهم، دي نقطه ممكن تكون مشكله في بيعك اونلاين. نقطه التصوير، ممكن البرايس رينج يكون غلط. هو كان عنده حاجه تانية، يعني في ناس مشكله في شوبيفاي ان انت تكتب الزيب كود العميل وهو بيتشيك اوت، هو كان كاتب مش عارف سيبه فاضي ولا حاجه كده. كان في حاجه تكنيكال بقى في الويب سايت برضو. قلت له طب بص، همشي معاك، هعمل اوردر، لان هو كان عندهم مشكله ان عندهم ترافيك كبير جدا بس كونفرجن ريت واطي جدا جدا جدا. الناس ما بتشتريش، الناس ما بتشتريش، توصل لاد تو كارد، بعد عدي اد تو كارد ما بتشتريش. قلت له في مشكله في التشيك اوت بروسيس، مع ان انت شوبيفاي ما فيش يعني ده كان كاتب حاجه في الزيب كود، كاتب احنا بنكتب رايت 1 2 3 4 هير، هو كان كاتب ليف ات امتي. فالناس اعتقد بتقعد تدوس، وعقليه الست اللي بتشتري فوق ال 30 سنه زي امي مثلا مش عارفه، مش فاهمه هو ليه هي بتدوس، هو مش شغال مش شغال بس. فيعني دي كانت حاجه من الحاجات يعني. بس غالبا هيبقى مشكله فرايتي، مشكله سعر، مشكله صوره. اخر حاجه برودكت ماركت فيت. برودكت احنا دي اول واحده، ممكن تقول ان دي اول واحده. دي اول واحده. احنا عندنا تجربه، احنا حاليا برودكت ماركت فيت للناس بس اللي عشان بتقولوا بتتكلموا انجلش وبتاع، اللي هو مدى خلينا نقول ان البرودكت او المنتج ده متوافق مع اودينس او جمهور معين هيشتريه. فبرودكت ماركت فيت يعني انت عندك منتج له سوق، وانت عارف ان هو له سوق، له ناس هتشتريه. حتى هنط فيها قدام شويه. احنا كان عندنا تجربه في السعوديه ان احنا حاولنا نبيع منتجاتنا في السعوديه، ما نجحناش قوي للاسف. في اكيد هناك في اكيد بيلبسوا بيجامات، بس مثلا احنا بيعتنا بتعتمد على ان الست بتشتري رجالي وحريمي واطفالي للاسره كلها. الرجالي غالبا الثقافه السعوديه بيلبسوا جلابيه، واحنا مش بنبيع جلاليب، بنبيع بيجامات. فكده الرجالي خسرناه. ممكن الحريمي مثلا اذواقنا او حاجاتنا ما كانتش بتناسب الذوق، كنا بنبيع صنف معين، جلابيه معينه. الاطفالي هو بس اللي كان بيتباع، ففي الاخر ما كناش بنكسب خالص. فغالبا ما كانش عندنا برودكت ماركت فيت قوي لتو اس في السعوديه، فما كملناش. على الناحيه التانية عملنا تجربه، احنا عندنا شركه سيستر كومباني في المغرب بتبيع تو اس ماروك دوت كو، بتبيع نفس تو اس هناك موجوده، عندنا مخزن بتاعنا، عندنا شركه هناك قائمه بتبيع نفس منتجات تو اس، هي بتاعتنا بس هي شركه تانية. بما انك فتحت الموضوع ده وده موضوع مهم، انا كنت كده عايز اتكلم فيه، حته البيع بره يعني. فانا عندي كذا سؤال في دي. اولا ليه المغرب؟ يعني انت قلت انا رحت السعوديه، ليه السعوديه اصلا من الاول، وليه المغرب؟ احنا عايزين، اي حد فاتح بيزنس فاتح عشان يكسب مش عشان يبيع، احنا فاتحين عشان نكسب. احنا في السعوديه كنا بنبيع كويس جدا، بس كان عندنا مشكله في التكاليف، مصاريف الشحن. بتبيع كويس من هنا، بنبيع كويس من هنا. وكانت فكره ان انت تودي بضاعه هناك ساعتها ما كانتش مطروحه عشان ما فيش شركه، فهتفوتر ازاي هناك يعني؟ ما كانش ينفع نحط ستوك. قال لك بقى في حاجه اسمها او تي، تحط بضاعه وحد يفوتر لك وياخد نسبه. يعني ما حبيتش اخش في القصه دي، ما حبيتش اخش. كنا بنبيع كويس بس ما كناش بنكسب. كان عندنا مشكله في المنتجات، كان عندنا مشكله في التحصيل. فلوسنا كان ساعتها بنحصل فلوسنا بالمصري، واحنا بنسعر على دولار السوق السوداء، فكناش بنكسب. ولو كنا علينا السعر، طب لي معلي السعر مش هيبقى كومبيتيتيف. السعوديه والامارات طبعا سوق قوي جدا، بس سوق مفتوح. احنا هنا في مصر في سور مبني حوالين مصر، هو سوق الجمرك بيمنع ان المنتج الصيني، منتج البنجالي، منتج التركي انه يخش مصر ينافسك. لكن في السعوديه والامارات هي سوق مفتوح، مفيش جمرك. السوق في 5% في الامارات، ممكن السوق مفتوح للمنتج الصيني والمنتج التركي، اللي هو ممكن يكون افضل شويه منك من ناحيه السعر، ممكن يكون ارخص. مهم جدا، انت بتنافس العالم وانت مش متعود ان انت تنافس العالم. بالظبط. احنا هنا البيزنس اتعمل ان احنا في مصر لما بيجي لنا المنتج المستورد ده بيبقى عندنا ادفانتج عنه، ان هو عشان ينط السوق لازم يدفع الجمرك، فبيبقى سعره ازيد مني. فتجربتنا في السعوديه ما نجحتش للاسف، وعادي يعني. واي بزنس مهما كان شاطر اهو عادي ممكن ينجح وممكن طبعا يفشل وممكن نخسر. احنا بس هي اخترت السعوديه من الاول علشان سوق كبير والناس كلها بتتكلم عنه كده، عشان كل الناس بتتكلم. انا لقيت البواب اللي عندي بيقول لي انا هفتح مشروع في السعوديه. فكانت هايب جامده جدا. يلا كله السعوديه. احنا قلنا نجرب، عمك مصطفى قال لك يلا نجرب، فروحنا نجرب. فما وفقناش هناك. مصطفى ممكن يكون مكمل، بس احنا ما وفقناش كبيع هناك كويس. في نفس الوقت المغرب حد من اصحابنا قال لنا يلا يا جماعه تيجي نجرب المغرب. عملنا اعلان، لقينا بنبيع. المغرب سوق لسه بكر جدا، سوق فيه 40 مليون حد.
عندهم استقرار في العمله جامد جدا، يعني العمله بتاعتهم 1 ل10 للدولار بقى لها 20 سنه ما حصلش، بس سمعنا ان في 2024 هيعوموها. بس هم عمله مستقره بقى لها 20 سنه، 1 ل10 للدولار او لليورو. سوق بتصدر عند بلد فيها ما عندهاش عجز ميزان مدفوعات ولا ميزان تجاري، في اتفاقيه يورو 1 وجامعه الدول، اتفاقيه تجاره حره، فانت بتدخل بضاعتك هناك من غير جمرك، بس على النقيض في سور للبضاعه الصيني والتركي ان ما تخشش هناك، في جمرك على البضاعه الصيني يعني هو والتركي. بيحميك تقريبا زي ما دولتك بتحميك، يعني بيدخلك وبيحط السور ده للناس التانية اللي بتنافسك هناك. بالظبط، فدي حاجه كويسه، فكره كويسه. الفرق بس الشحن، والشحن مش غالي، يعني لو جوي كيلو $1، لو بحري يبقى كيلو ب10 سنت، حاجه زي كده ولا حاجه. في بس هناك فات 20% بس بتخش البلد وتاخدها لما تبيع. فلا، في برودكت ماركت فيت للذوق. بنقطه كمان، جو السعوديه مختلف عن جونا في مواعيد تغيير المواسم. في الصيف وفي الشتاء، يعني انت لا يمكن تروح تبيع الا في اجزاء معينه في السعوديه بيجامه شتوي تقيله بتدفي، عشان هم الشتاء بتاعهم مش بارد قوي زينا قارس، الا في بعض مناطق في المملكه. بس على نقيض في المغرب عندهم نفس دايره العرض معانا، الشتاء بيجي في نفس الوقت، الصيف بيجي في نفس الوقت. فكره ان في ناس عايشه بره بترجع في الصيف عندهم بومينج 6 و7 و8، لان السوق في الصيف حلو قوي. ففي عوامل مشتركه ما بين مصر والمغرب من ناحيه الديموغرافيكس. هل ذاكرت كل ده قبل ما تاخد قرار ان انت تروح هناك؟ مش هضحك عليك وعايش لك في دور نجيب ساويرس، لا. بس ذاكرت ايه؟ طب ايه اللي كان مهم؟ يعني ان انا عملت اعلان، بعت، شكرا مع السلامه. جربت تعمل اعلان تشحن من مصر لما عملت اليونت ايكونومكس بتاعتي، اليونت ايكونومكس بتاعت مصر، هبيع بكام، اعلان بكام. بصيت هناك بيبيعوا بكام او كده، ولا كان الريفرنس بتاعك للتسعير؟ انا عملت طبعا بصيت على ويب سايتس هناك او على ناس هناك في المغرب بيبيعوا بكام، وعملت اليونت ايكونومكس بتاعتي. اليونت ايكونومكس هي السعر، اعلان بكام، كوجز كام، تخزين كام، مرتبات كام، يوتيليتيز كام، كسبت نت بروفيت 20%. يونت ايكونومكس السعر على الوحده، يعني الوحده مكلفه الارقام على الوحده الواحده اللي انا هبيعها هتبقى عامله ازاي بالظبط. لقيت ان اليونت ايكونومكس هنا هي اليونت ايكونومكس هناك، خلاص انا هبقى في برودكت ماركت فيت. في السعوديه ما كانش عندنا الحته دي، اليونت ايكونومكس كانت بايظه، ما كناش عارفين نكسب اللي المفروض نكسبه، ما كناش بنكسب. هناك الموضوع كبرودكت ماركت فيت، اليونت ايكونومكس سوق ذوق مهم قوي. ذوق شبهنا جو، وبلد بقى متأخر عنا شوية 5-6 سنين، عندهم بيمنت جيت واي واحدة، مفيش. فانت شايف المستقبل بشكل اخر. انت كأنك فاتح البلورة السحرية وشايف المستقبل. ما احنا مرينا بمصر بالكلام ده، احنا في مصر بغض النظر عن الظروف اللي احنا فيها كبلد، بس بلد في الحته الفينتك والاي كوم متقدمين، احنا شطار وكلنا عيال شطار، فاهمني، اللي يعمل حاجه كله بيعملها. هناك بيمنت جيت واي واحده. مثلا كنت انا ومصطفى في المغرب اشترينا حاجه من نايكي، ما رضوش يعملوا، ما فيش ريفاند. فاهمك انت مصر من 10 سنين ما فيش ريفاند، ما فيش الاوبشن، ما فيش ريفاند، اكسشينج بس. بس هي رايحه ان شاء الله في الحته دي، ما هو كله يعني بلد بتصدر $8 مليار في السنه فوسفات، عندهم شركه مكتب الشيف للفوسفات، في شركه بلد بتصدر $1 مليار في الشهر عربيات، عندهم استقرار. طبعا احنا هنا عندنا ميزه في مصر، ان عندهم مشكله وهي ميزه بالنسبه لنا، المينيمم ويدج في المغرب $400 في الشهر. رقم يعني اللي قاعد على مكنه بينتج تيشيرت بياخد 4000 درهم في الشهر، $400. هنا في مصر اللي قاعد على المكنه بياخد $100 في الشهر، بياخد 5000 جنيه في الشهر. انت تقدر تكاليفك هنا غير تكاليف اي منافس هناك. مثلا الكيلو وات في الكهرباء هنا ب1.80 هناك اغلى بكتير. انا مش فاكر الرقم بالظبط. الغاز، كل دي عوامل بتساعدك ان انت كمنتج ملابس تقدر تنتج منتج رخيص وتصدره وتروح تنافس بيه هناك. حلو قوي. يعني انت نصيحتك ان باشا اشحن الاول، معظم الناس بتتفق على نفس النصيحه دي، اشحن الاول من مصر، ما تتحركش، ظبط كده ارقامك، بص هناك، اشحن من مصر. اشتغلت، ابدا بقى بص هتروح هناك ازاي. احنا عملنا كده، شحنا من مصر، وصلنا لرقم اوردرز معينه، خلاص اوكي هنطلع كونتينر هنحطه هناك، وعملنا كده وفتحنا شركه. ولا ما كانش عندنا شركه، كنا بنشحن من مصر كل حاجه من مصر، بس ظبطنا ساعتها مع ارمكس ومع مايلز وكده. مايلز عندهم شركه هناك في المغرب، وعندهم شركه في تونس سوق حلو قوي. الخطوه انا كنت اسالك بقى في الحته دي، الخطوه اللي جايه في البيع بره، لان ناس كتير برضو جدا بتبقى عايزه تعمل الموضوع ده. هل الخطوه الجايه ان انا
انت بتفكر ان انا اقفل المغرب الاول اجيب اخرها وبعد كده يلا بينا نروح دول تانية، ولا يلا بينا فتح لي الدول كده ونشوف الدنيا فيها ايه؟ لا انا ما بحبش التشتيت، انا بتشتت يعني كشخصيه كده بتوتر. ما انا اقفل اللعبه. يعني احنا في مصر شركه مش كبيره برضو، احنا 14 فرع، في ناس في الهوم وير عندها اكتر من كده بكتير، بس احنا في مصر ممكن نوصل 40 50 فرع. وقبل كده طبعا بالتوازي معاه لا المغرب بنفتح مثلا 5 6 فروع 10 فروع، نقفل المغرب ونبقى شطار هناك، ويبقى في شركه وكيان بجد موجود شبه الكيان اللي في مصر. وبعد كده ممكن نبقى نشوف بلد تانية، بس انا مش بعرف يعني في فرص. تونس عملنا فيها اعلانات حلوه جدا، بس لازم معاك شريك تونسي. الجزائر سوق حلو جدا بس عندهم مشاكل في تخريج الفلوس، بس سوق قوي جدا 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 جدا. بس انا برضو ارجع اقول لك، انا مدرسه انا اقعد في المغرب اشتغل اسس مكاني، ابقى شاطر في شركات مصريه. تاون تيم عندهم 5 محلات هناك، 5 محلات ما شاء الله في المغرب. حاجه مشرفه بجد، حاجه محلات مشرفه على الارض، على الارض ريتيل. على الارض، حاجه مشرفه. تروح تشوف تاون تيم في المغرب، حاجه مشرفه بجد. عندهم في كينيا برضو. في مين تاني في المغرب برضو من مصر؟ مفيش الا تاون تيم الصراحه. يعني انت ممكن تاخد، انت دلوقتي لسه في خطوه الاونلاين في المغرب، بس آه. ممكن تقرر ان احنا لا احنا ان تعالى شاء الله ننزل نفتح في ريتيل. شهر 4 هنفتح في مكان في شاء الله. كازابلانكا. هنفتحه في كازابلانكا لانستين تاني برضو. هم هناك الاي كوم عندهم بقى، مش لو احنا 5% فهم 2%. اقل كمان. اقل كمان ده يعني عشان الماتيوريتي بتاعت السوق، نضوج السوق كمان اقل. لا لسه بعاد يعني بجد. مصر في 2015 2016 شركات الشحن قليله، مشاكل مع المناديب لسه بيكذبوا، مفيش حاجات يعني لسه بس بلد جايه، بلد طيب. جايه. عايز ارجع للبيزنس تاني، عشان عايز اتكلم بالذات اكتر شويه في الجروث بتاع البيزنس، وايه اللي ساعد، ايه اهم محركات النمو عندك، بالذات ان انتوا ارقامكم احنا بنتكلم في ما شاء الله 2x، يعني انت بتضاعف حجمك تقريبا كل سنه. بس قبل الحته دي عايز ارجع للبيرسونال يعني. انت في مشوارك، خلينا نقول ان انت بدات، يعني انا بشوفك من اكتر الناس اللي هي على طول بتعمل حاجه، يعني في الشغل على طول بتحرك كتير قوي وكده. في ناس كتير احنا ايامنا مش كلها زي بعض، يعني في ايام انت بتبقى صاحي من النوم متحمس جدا انت تشتغل وبتاع، في ايام تانية انت بتبقى. فانا عارف ان ده ممكن يبان يعني سؤال كلاسيكي شويه، بس ايه اهم ما بيخليك تشتغل كل يوم مش شرط بالملي زي اليوم اللي قبله، بس انت كل يوم انت على طول شغال، وعلى طول شغال في الديتيلز، والموظف ده بيعمل ايه ومش عارف ايه اللي بيحركك ان انت تعمل كده كل يوم؟ انت صاحي بقى تعبان مش قادر. انا بحب شغلي انا يعني انا بحب شغلي زي يعني بحب مراتي وبحب شغلي فاهمني. انا بحب شغلي جدا، وبحب جدا الاوتوميشن، وان انا اعمل حاجه واشوف نتيجتها طلعت بقى فاهمني، زي اللي طبخه حلوه يعني. يعني بجد في دافع بيحركني كل يوم. بحاول اوجد لنفسي حاجه جديده كل يوم اعملها، مش بوجد، انا بحب اطور. انا على طول مؤمن بمن لا يتجدد يتبدد. يعني في ناس بجد والله العظيم ما كنتش احلم ان انا اكلمه في التليفون. النهارده احنا الحمد لله حجمنا اكبر منه باضعاف. ليه؟ عشان احنا بنتطور. فانا كل يوم بصحى الصبح عندي شرف ان اطور البيزنس بتاعي، كل يوم عندي شرف يعني. ولو لقيت حاجه جديده ببقى متجنن. يعني كان لسه عندي ميتنج مع التيم بتاع الاي دايركتورز بتوعي، بنقعد بقى اخر السنه ونشوف البلان بتاعت السنه الجايه والكارير باث بتاعهم والكلام ده كله. فقالوا لي ده في براند مصري معروف قوي كل الانستجرام بتاعه ده اي اي. قلت لهم ازاي ده؟ قلت لهم وروني كده. راحوا وروني الانستجرام بتاعه. ايه ده؟ قلت لهم ده اي اي، كل الصور دي اي اي. مش حقيقيه، الناس مش حقيقيه، مش حقيقيه، اي. قلت لهم ازاي ده؟ قالوا لي اهو ده اي اي. قلت لهم طب ماشي. قلت لهم الميتنج انتهى. قلت طب والكارير باث والسنه الجايه؟ قلت لهم الميتنج خلص. دخلت عندنا جرافيك ديزاين تيم، قلت لهم بصوا يا جماعه انتوا كمان سنتين تبقوا اوبسليت، شغلتكم دي هتقف. فلازم تتعلموا الاي اي، لازم تتعلموا نطلع كونتنت بالاي اي. تمام. احنا دخلت لهم دخله مش هيعرفوا بس خلاص بكره الصبح بقى ملك الاي اي بتاع الجرافيكس. والله العظيم. النهارده احنا عندنا صور هوريها لك على الويب سايت بتاعنا على 2S. بقى عندنا بروسيس. احنا عندنا بروسيس زي بالفاشن ديزاينر بترسم البرودكت 2D، وبعد كده عندنا حد تاني بياخده يرسمه 3D لاسباب معينه. عندنا تكنيكال في الباترون وكده. فمعانا 3D. انا عايز اخد ال 3D ده بقى احوله ل AI picture. انا ممكن ابقى اوريك، ابعت لك صور تحطها، صور AI بجد
مش هتصدق ان دي مش صوره حقيقيه، ما صورناش. تكلفه الكونتنت التصوير غالي جدا جدا، يعني ممكن نقول ان الصوره بتكلف 1000 جنيه الصوره الواحده. الصوره بتكلف 1000 طب جنيه. والاي اي بيتكلف حاجه؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه ولا طبعا ما وصلش ان هو يبقى زي الواقع طبعا معينه وما نقدرش نعتمد عليه. بس احنا مثلا عندنا، احنا عشان نعمل فوتوشوت محتاجين مثلا 30 ايتم عشان بريك ايفن عليه تكلفه الفوتوغرافر، اللوكيشن، الارت دايركتورز، الموديلنج، كل دي كوست. فلما نقسمه على 30 بيسز يطلع لنا 1000 جنيه مثلا او اكتر. لكن لما لو عندنا 2 3 بيسز عايزين نصورهم مش هينفع عندنا معضله في الحاجات الاندر وير نصورها ازاي في مصر، ما في موضوع صعب. اي ممكن يصوره وممكن يخلصه لك. فده شغف يرد على سؤالك، ببقى عندي شغف كل يوم. احنا عندنا بروجكت ار اف اي دي، عندنا بروجكت في الشركه، ما اعرفش الناس تعرف ار اف اي دي، اسمه راديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن. ان انت بتقدر تجرد المخزن بتاعك وانت واقف في اوضه زي دي على بعد 15 متر مربع وانت واقف في مكانك. وممكن اديك فيديو ازاي بنجرد بار اف اي دي جوه الشركه. عندنا قطعه محطوطه في بيس موجوده زي اللي هي بتاعت الالارم السيفتي عشان المحل ما وهي بتتسرق. البيس دي جواه اي ام اللي هو حاجه ماجنتيك كونتس ماجنتيك اللي هي الاي ام الالارم، وجواها ار اف اي دي تشيب. فانت بتقدر، وعاملين بوابه جيت. عندنا بارتنر اسمهم ار اف اي دي ايجيبت، شطار جدا 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 جدا. ار اف اي دي ايجيبت عاملين معاهم بارتنرشيب وعاملين مشروع. طبعا ما كانش في الكلام ده في مصر. ماشي يعني فانت والحاجات في مكانها بتقدر ان انت والحاجات في مكانها وانت واقف، مفيش باركود. الطبيعي برضو عشان اللي مش متابع، الطبيعي ان انت عشان تعمل موضوع الجرد ده لازم تعدي بالسكانر حاجه وتسكان سكان. ده مفيش سكان، ده هو بيقرا كل اللي في 15 متر ازيديه كده، زاره كده كلها زاره كده. طيب خليني، فالشغف هو اللي بيحركني، بيقومني الصبح من بيتي، اللي انا شغف اللي بعمله بجد بجد بجد. انا بحب ده رقم واحد، دي اكتر حاجه الشغف. بحب جدا اللي بعمله بجد جدا جدا. خليني ارجع، يعني السؤال ده ممكن يبقى صعب شويه برضو على البيرسونال ليفل. يعني انا قلت في اول الحلقه ان انا عندي يعني ايمان كده ان الشخص بيتغير جدا. انت البيزنس بتاعك ما شاء الله بيتضاعف كل سنه. فاحنا من 3 سنين هو كبر، يعتبر ممكن نقول ايه 6 اضعاف من 3 سنين. شحاته بقى من 3 سنين، لو انا جبته وقلت له بص يا باشا دير لي البيزنس بحجمه ده النهارده، هو ما عداش على الخبرات اللي انت عديت فيها في ال3 سنين دي، بس انا جبته كده من الماضي وقلت له تعالى دير الشركه بحجم 6 اضعاف. تقدر تفكر ايه الحاجه اللي هتبقى ناقصاه، او ايه الحاجه اللي انت اتعلمتها في ال3 سنين؟ ايه اللي اتغير؟ يعني هل نفس اللي انا بشخصي نفس السكيلز، نفس المهارات، نفس القناعات ممكن اللي كنت بدير بيها الشركه بتاعتي من 3 سنين بعد ما الشركه دي كبرت 6 اضعاف، هل نفس كل ده انا قادر اطبقه وادير الشركه اللي كبرت 6 اضعاف دي واكبرها اكتر؟ ولا لا، في حاجات محطات كان لازم تعدي عليها، ما ينفعش ان انا اخدك من 3 سنين، ما ينفعش ان انا اجي اخدك من 3 سنين واحطك النهارده؟ بص يعني لا يعني طبعا مش نفس الشخص، مش نفس الشخص تماما. الرحله دي الواحد اتعلم فيها كتير جدا جدا. اولها كونكشنز مع الناس، انك كل ما بتعرف الواحد اكتر حاجه الواحد بتاذي مش تاذي بس ممكن ما تساعدكش انك تكبر البيزنس او تضرك. you don't know what you don't know. انت مش عارف ايه. انت ممكن تبقى قاعد مع يعني الاي اي دي، انا مش عارف انا مش عارف ايه، بس صداقتي بمصطفى، صداقتي بالسراوندنج اللي حوالينا غيرني كشخص وخلاني اعرف حاجات وطور طموحي ان انا ابقى انا لما شفت حد عنده 100 فرع، لا انا عايز يبقى عندي 100 فرع. فالشخص اللي من 3 سنين ما عندوش نفس الكونكشنز، ما عندوش نفس السراوندنج، ما عندوش نفس الانفايرمنت اللي حوالي اصحابي. يعني انا عندي ما عندوش نفس الناس اللي حواليه اللي كان من 3 سنين. والاهم من النقطه دي بصراحه، الاهم التيم اللي معاك. التيم يعني انا من 3 سنين كنت من اول ابعد شويه، من 4-5 سنين كنت اظن ان انا ممكن اعمل كل حاجه بنفسي. بس النهارده انا عندي ناس اشطر مني في اللي بيعملوه. اللي انا شاطر فيه ان انا مجمعهم. بس انا عندي ناس بجد في الاتش ار اشطر مني بجد
شاطر. انا متخيل إن ده صعب بالنسبه لك عشان لا، انت كشخصيه لا، بتحس لا، ان هو باشا انا لا، اقدر لا، لا. اعمل ده. انا على فكره انا لو حسيت ان انا اذكى واحد في الاوضه، عارف انت المثل ده، يبقى انا انا قاعد في الاوضه الغلط. اه انا مش اذكى واحد، انا اصلا مش ذكي، انا بجد قدامه انا اصلا شخص، وبجد انا صريح مع نفسي، انا مش شخص ذكي ومش مش ذكي. فهم بجد، انا عندي حد في الاتش ار شاطر جدا، عندي حد في الاوبريشنز والفروع شاطر جدا 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 جدا، عندي حد في الحسابات شاطر جدا جدا جدا، هو رزين وعاقل، انا هايبر كده وسخن. عندي حد في الديجيتال ميديا، ميديا باينج في الميديا باينج شاطر جدا جدا. عندي ناس في الفاشن وفي البلاننج، عندي شاويش في البلاننج، عندي ناس في الفاشن ديزايننج شطار. في كل حته في الشركه عندي ناس شاطره. طيب انا بقى من 3 4 5 سنين كنت مقتنع ان انا ممكن اعملها لوحدي. النهارده لا، عارف انت، مش عارف، اذا اردت ان تمشي سريعا فامشي وحيدا، واذا اردت ان تمشي بعيدا فامشي في فريق. نفس الفكره. عندي طبعا عندنا الحته التك، عندي انا بعتبره شريكي لحد الشخص اللي معانا في التك، بجد بعتبره شريكي في اللي عملناه، لان احنا كل حاجه في 2 اس برضه دي نقطه نتكلم فيها. احنا بنبيع بيجامه، بنبيع بيجامه من قطن، بس وراها في تك رهيب هو اللي بيخلينا مختلفين. لكن اي حد ممكن واحد يجيب كيلو قطن، كيلو قماش ويصنعه بيجامه، بس اللي وراه بقى اللي يعمل كل ده، اللي يبيعه ويصنعه تك. فتاني هي الفرقه والتيم، وان الناس ان التيم هو اللي التيم بجد دماغي اتغيرت. التيم وانا بقى كل وقت حتى ببقى انا مقتنع تماما ان هي رحله. انا في يوم من الايام ممكن ما ينفعش ابقى اسوق 2 اس، وكل واحد في التيم اللي معايا ليه اخر. فلا شايف ان علاقه الشركه بالموظف زي علاقه واحد وحبيبته كده، لو هو تخن ومبهدل وهي مهتمه بنفسها مش هينفعوا لبعض. فلازم الموظف يتطور زي ما الشركه بتتطور. اللي في ايدي ان اطور الشركه، اللي في ايديهم ان هم يتطوروا. فلازم الموظف يطور من نفسه ويجدد من نفسه عشان يفضل زي الشركه اللي عماله تتطور وتتجدد. لا، والنفس فايس فيرسا، ان لو الشركه ما اتطورتش والموظف اتطور جدا جدا هيروح يقدم في مكان تاني، لان هي ما اتطورتش، مش بتديله ساتسفاكشن ولا ماديا ولا اجتماعيا ولا. انا معايا ناس في الشركه والله العظيم، احنا 2013 كان البياعين بيمشوا بشباشب في المحل. الفرع بتاع مصر الجديده كان فيه 10 بياعين، النهارده هم 10 مديرين فروع بيلبسوا يونيفورم، عندهم عربيه، دخلهم كويس، طوروا. وانا اتطورت، انا عملت اللي عليا، انا اتطورت، مش انا اتطورت، محمد شحاته تو اس اتطورت. انا لما بقعد مع واحد، عندي بقول لك عندي مدير فرع، احنا اصحاب جدا، احنا كنا قاعدين 24 ساعه مع بعض، 12 ساعه مع بعض، كان زمان الشيفت 12 ساعه. دلوقتي بقى عندنا مورنينج شيفت ونايت شيفت وان بتوين وبريك وكلام كده. كان زمان الشيفت 12 ساعه من 10 ل 10، محبوس في المحل. البياعين دول بقوا مديرين معايا النهارده، فيهم ناس 10 منهم مديرين فروع معايا النهارده. لما بوري له الار اف اي دي يقول لي يا بيه ده احنا كنا بنقعد نجود بالسكانر وبتاع يعلق وما يعلقش. فردا على سؤالك ايه اللي اتغير في محمد شحاته، ان بقيت مقتنع ان هي مش محمد شحاته. احنا كل يومين عندنا هيد هانتنج من 2 اس، في 2 اس من حاجات اصغر منا يعتقدوا انه لو جاب الشخص ده، لو جاب مدير حسابات هو الدماغ الالماس، لو جاب الميديا باينج الدماغ الالماس، لو جاب الفاشن ديزاينر الدماغ الالماس. لا، هو عشان يعمل 2 اس تاني محتاج 2 اس كلها تروح لازم عنده. يجيب كله. لازم يجيب الفرقه، لان كلنا بنكمل بعض. وده بيودينا حته بقى التك، ان احنا كلنا في سلسله. احد اكبر مشاكل عدم في شركات كانت من 30 سنه في مصر عملاقه وفاميلي بيزنس عملاقه ما اتطورتش عشان ما امنوش ان في بروسيس وفي سيستم لكل حاجه. كلمه سيستم مش قصدي بيها سوفت وير، قصدي بروسيس. انا بخش شركات اقسم بالله بلاقي لسه بيابروفوا الاتش ار الاستئذانات باليد. ايه يا معلم ده؟ وشركه كبيره لازم يكون في بروسيس على ويا سلام بقى لو البروسيس دي على سوفت وير، بس بروسيس بس. حلو. طيب خليني نرجع للبيزنس تاني، ودي يمكن اخر موضوع انا عايز اتعمق فيه عشان هو اصلا التوبيك الاساسي بتاع البودكاست، وهو اهم محركات الجروث او النمو بتاع البيزنس بتاعك. انت قبل 2017 اعتقد كنت ريتيل بس ما كنتش اونلاين اصلا. صح.
استراتيجيه النمو وقتها كانت منحصره في، هل انت قبل 2017 كنت برضو بتدبل، ولا الموضوع بدا؟ لا الموضوع بدا بعد كده. بعد كده. طب كان ايه اللي بيحصل قبل 2017 في سبيل النمو؟ يعني بنفتح فروع زياده ولا ما كناش؟ لا كناش بنفتح اي فروع. كناش بنفتح اي فروع. عندنا فرعين بقى لهم سنين، كانوا 3 فروع عادشي، واحد في التجمع. ابويا كان بيفتح فرع كل 10 سنين تقريبا او 8 سنين. دلوقتي احنا بنفتح فرع كل شهر. بس ليه كانت الفيجن انها هي شغاله الحمد لله والدنيا لا كويسه؟ ابويا كان ماشي باستراتيجيه التمليك. كل محلاتنا دي كانت تمليك. فابويا كان متحول الى ان هو لازم يحوش. لا لازم يحوش. البيزنس اصلا ما كانش بيزنس ملابس، كان بيزنس عقارات. يعني احنا بنروح عقارات، ما هو عقارات، هو ريل استيت. بنروح نشتري المحل، بنروح نحوش لوكشة فلوس ونروح نشتري المحل. انا تصوري ان احنا بيزنس ملابس. انا الايجار ده لاين عندي في البي ان ال، لاين هو لاين زي المرتبات زي اي حاجه، هو لاين رنت. فانا مش لازم اتملك، انا اصلا ضد التملك. انا محلات ابويا كلها سبتها اصلا واجرتها، ورحت اجرت محلات اكبر، لان هو الرنت بالنسبه لي حاجه اسمها تي ار، تيرن اوفر رنت. ان انا عايز اخلي الرنت قليل على حجم المبيعات، فانا عايز اكبر المحل عشان المحل كل ما بيكبر في حاجه اسمها متر سكوير ريفينيو جنريشن. فانا كل ما بكبر محلي كل ما ببيع اكبر. فمحلات ابويا يعني كل متر مربع بيجيب ايراد قد ايه تقريبا؟ بالظبط. بتقسم المبيعات على مساحه المحل. بالظبط. ودي نقطه مهمه قوي. اللي هيروح ريتيل يبقى دي اهم نقطه. اي حد هيفتح ريتيل يبقى عارف المتر بيجنريت كام الف جنيه في الشهر. اهم حاجه عندك في الريتيل انك تبقى عارف عشان توصل للاوبتيمم بتاعك. يعني توصل للاوبتيمم. انا لو فتحت في 50 متر احسن لي، ولا في 100 متر، ولا في 200 متر؟ احنا محلاتنا انت لسه بتجرب اول مره في ماجيك نمبر، في رقم سحري، ولا ابدا بحاجه صغيره؟ احنا بدانا بحاجه صغيره، 50 100 150 200. دلوقتي عندنا محل مول طنطا ده 500 متر، محل سموحه 500 متر، وبيبيع المتر بيجنريت. يعني هل انت هتكمل بقى 600 متر الى ما لا نهايه كده طول ما هو بيبيع؟ لا هنقف عند 500 شويه عشان وصلنا بلاتو ما بيزيدش الافريج ما بيزيدش. اوكي. فده واضح ان ده لغايه دلوقتي المتر المتوسط الريفينيو من المتر ما بيزيدش بعد ال 500. جربنا مره ما بيزيدش، هو نفس ال 400. طب اقف عند ال 500 دلوقتي ما بيزيدش. طيب قبل ما ننقل على الاونلاين، بما انك انت اتكلمت في الحته بتاعت الجروث والنمو اوفلاين، وقلت على موضوع المتر والحسابات دي ازاي اختيار بقى، واعتقد ده اهم حاجه في الدنيا، اختيار اصلا اللوكيشنز، يعني بالذات للبيزنسز اللي انا دلوقتي راجل، انا كل اللي اعرفه اونلاين، ببيع في الهوا. وبعدين انا اقتنعت جدا بنظريتك ان انا لازم انزل على الارض. فانا عندي طبعا خطوات كتير جدا انا محتاج اعملها، بس انا على الاقل عرفت منك دلوقتي ان تمام، انا عارف كده. اولا مش هشتري، انا هرنت، هاجر المحل. ثانيا انا عايز اعرف هو بيجيب ولا لا، اخصم الحاجات دي كلها واشوف الريفينيو بتاعي عامل ازاي، وفي نفس الوقت ان انا اشوف هو بيجيب قد ايه بير سكوير متر. هل في جايد لاينز او يعني نسب الرنت المفروض يكون كام، او المفروض اتارجت كام بروفيت من المحل اللي انا فاتحه ده؟ في رينج حتى لو رينج الفاشن من 10 ل 12%. ده صافي ده صح ولا ده 10 12%؟ ده تيرن اوفر ريت، او كمان في تيرن اوفر ريت. اوكي. ممكن كمان من 8 ل 12%. يعني محل زي H&M ديكاثلون مثلا 8% من مبيعاته هي الرنت بتاعه. H&M 8% من مبيعاته هي الرنت بتاعه. فلو المحل ده ايجاره 80,000 جنيه يبقى therefore هو المفروض يبيع بمليون. ده انا بتكلم جوه المول. جوه المول. بتكلم جوه المول. اوكي. والمول اصلا في العقد بتاعه بيبقى كده. العقد المول انت بتدفع الايجار او التي ار اللي هو التيرن اوفر ريت، ايهما اعلى فانت المفروض تبقى اوبتيمم وتشتغل على تي او ار، مش تشتغلش على الرنت. انت لو الرنت مثلا 100,000 جنيه وانت بعت بمليون يبقى therefore التي ار بتاعك 10%، وانت لو عقدك 8 يبقى انت مغفل، لان المول عنده الاستاتستكس بتاعت كم واحد بيعدي قدام محلك واللي زيك بيبيعوا بكام. عنده الاستاتستكس دي. عارف المعلومه. هو عارف في كام واحد بيعدي من السنسورز، وعارف المحلات اللي زيك اللي نفس الاندستري بتاعك بتبيع بكام. فلو انت خايب ما بيبيعش بالارقام دي فانت خايب. ده محل المول. طبعا انا مصطفى برضو طبعا شجعني. كل محلاتنا كانت في الشارع كده. دخلنا المولز، احنا عندنا في مول العرب، مول مصر، الماظه، كل مولات مصر دلوقتي موجودين فيها الحمد لله. اللي شجعني مصطفى ان انا اخش. انا بحب محل الشارع ليه؟ بعرف اكسب منه. ايوه هو ده اللي انا هقوله، اختيار اللوكيشن. انا ببدا اول محل ابدا في مول، ابدا في شارع؟ يعني الاسهل مول الصراحه. المحل الشارع انت، لان انت المول عامل زي لو انت جاي من اونلاين باك جراوند، انت فاتح في المول اسمه فيسبوك.com.
انت بتدفع له فلوس رنت عشان يعمل لك كونفرجن كل حاجة. نفس الكلام في المول. اقرب ليك لو انت المول. جاي من بالظبط. الاونلاين. بالظبط. انت يا باشا بتدفع للمول لفيسبوك 12% 15% اعلانات، او 20% لو انت معاك ميديا باير على باب الله، 20% ايه يدخلك البيعه. نفس الكلام في المول. هتفتح في محل، هتفتح محل في مول، هتدفع لواحد اسمه ماجد الفطيم عشان يدخلك الناس المحل. هي فانا رايي تبدا بمول الاول. بس عايز تكسب، تكسب، لا الشارع ايجاره اقل، وهتعرف لو انت بقيت عندك براند ايكويتي كويسه وبتعرف تشتغل كويس الناس هتروح لك. انا محل الشارع بالنسبه لي بيكسبني احسن. ليه؟ مفيش تي ار، في فيكسد رنت. انا مشكلتي التي ار ان المول كل ما انت بتطلع بيطلع معاك، تنزل ما بينزلش معاك. بياخد نسبه منك، بياخد نسبه على فانت بعت كتير بيطلع معاك، نزلت ما بينزلش معاك. الا بقى لو انت في اتفاقيات بقى في النزول. في بقى البراندات الكبيره بتعمل حاجه اسمها ريفينيو كابس، يعني 3 مليون عليها حاجه، 4 مليون عليها حاجه، 5 مليون عليها حاجه. او في حاجه اسمها ريفينيو ده ريفينيو براكتس. في ريفينيو كاب ان بعد مثلا 3 مليون جنيه مبيعات ما ناخدش ريفينيو، نقلل الريفينيو شير. في انت تقعد تسمع البراند كله اكيد ما كان اقوى ويعرف بالزبط. على النيجوشيشن، يعرف في براندات يعمل ديلز، بتعمل ديل مع المول انه لو بعت اقل من كده مش هديك ايجار اصلا، لان انا اصلا براند جامد. فلو انا ما خليتنيش ابيع، انا عارف ان انا ابيع. لو انا ما بعتش ده بسبب انت. ولو بعنا اكتر من كده مش تاخد حاجه، تاخد ريفنيو شيء اقل. عشان علم دي حاجه اتطورت، ما كنتش عارفها. ما كنتش عارفها حلقه لوحدها، ما كنتش عارفها. لا الريتيل قصه، قصه. فمحل الشارع معلش اقطعك، محل الشارع قيسه ازاي نجاحه. كم عربيه بتعدي قدامه، واجهه المحل قد ايه، في ركنه ولا لا، عدد العربيات اللي تعدي قدامه، واجهه المحل قد ايه ريلاتيفلي لمساحته، في ركنه قدامه ولا لا. لان الركنه مهمه جدا. الناس بتروح المول عشان في ركنه، تركن عربيتها باحترام وتاخد عيالها وتنزل تتمشى. في مصر ما فيهاش رصيف، مصر ما فيش فكره الرصيف. فالمحل الشارع تحكم عليه كم عربيه بتعدي، اقف كده عد العربيات. زي محل المول، عايز تشوف المحل ده نجح ولا لا، اقف ساعه قدام المحل، عد كم واحد هيعدي. انت هيخش لك منهم مثلا 10 20%، كونفرجن ريت بتاعهم 25، يعني 25% من ال10 اللي هيخشوا هيشتروا منك. تحسب متوسط الافريج باسكت سايز بتاعك قد ايه، تحسب المحل ده هيبيع بقد ايه. فمحل الشارع زي ما قلت لك ده بالنسبه للجزء الاوفلاين او جزء الريتيل. لو اتكلمنا على الاونلاين شويه، بتكبر ازاي اونلاين؟ يعني محركات النمو الاونلاين. هل النمو اونلاين اصلا يعني ايه اللي بيكبر اسرع من التاني دلوقتي، او ايه اللي جايب همه اكتر من التاني، ولا انت بتحط افورت في الاثنين زي بعض؟ بص بصراحه انا بحط افورت في الاوفلاين اكتر دلوقتي عشان نفتح فروع اكتر. الاونلاين في بلاتو بس انت اصل انت بتقول لي طالما انت مركز اوفلاين يبقى انت حسيت ان انت وصلت لسقف معين يعني في الحمد لله احنا من اشطر الناس الاونلاين في الهوم وير. وي هاد بلاتو. كبرنا الحمد لله السنه اللي فاتت، كبرنا المخزن جدا جدا. كان عندنا مشكله دايما في الهاي سيزونز زي الوقفه والبلاك فرايداي. كان المخزن الصغير في ستوك اون هاند صغير، فكنت ممكن تخش على الويب سايت يوم الوقفه تلاقي الويب سايت خلص، عشان البضاعه اكشلي اللي في المخزن على الارض خلصت، لان احنا ما بنبيعش حاجه مش موجوده. فلما كبرنا حجم المخزن، احنا مخزن حوالي 3000 متر، لما كبرنا المخزن ده ساعدنا كتير على الجرو بصراحه. بس ستيل الاونلاين كان نوت بي دوبليكيتد. تقدر تسكيله بس ما تقدرش دوبليكيته، تقدرش تعمل كوبي بيست. لكن الاوفلاين عندك محل بيبيع مليون جنيه، ممكن يفتح 50 محل يبيع مليون جنيه. الاونلاين ممكن يسكيل، هنزود 20%، 30، 40، 50، 100% جروث. قول لي يا معلم انت برنس الاونلاين وبتزيد كل سنه 100%، 300% جروث. بس في الاوفلاين انت ممكن تاخد المحل ده تعمل له كوبي بيست 5 6 مرات 10 مرات، تفتح 10 فروع. طب الاونلاين بيمثل قد ايه؟ انا وجهه نظري الاونلاين كويس يمثل قد ايه؟ يمثل محلين كويسين، يمثل محل. يعني شوف احسن محلين عندك على البي اند ال، ده الاونلاين كله. فانت لسه لو عندك 100 محل لسه عندك ممكن تبقى عندك 98 محل تاني بيبيعوا. تقول ان ده احد، يعني هل نقدر نوصف ده ان هو احد يعني اهم الاسرار بتاع ان انت تتضاعف كل سنه؟ ان موضوع الاوفلاين، يعني لو انت كنت شغال اونلاين بس كان ده مستحيل ان هو يحصل. طبعا. وبنجرو برضو اونلاين الحمد لله. بنجرو مثلا 30-40%، بس السنه دي الحمد لله ويجرو اكتر من كده، عشان فكره توسيع المخزن. بنوصل لوحدينا
بنوصل بنفسنا، عملنا شويه حاجات كده نحاول ان احنا نزود بيها المبيعات. ايه اساس الاستراتيجي اونلاين؟ يعني اعلانات في فيسبوك لا انستجرام، ولا في الموضوع مبني على ايه اونلاين ان انت تكبر فرايتي كبيره، فرايتي كبيره، زودنا الفرايتي. كل ما مم. يكون عندك فرايتي كبيره كل ما هتبيع اكتر. البرايس احنا عندنا في حته البيجامه البرايس سنسيتيف جدا، مش عايز ابقى بعممها، بس انا بنزل بس مثلا. البرايس ده مش اونلاين واوفلاين بيختلف؟ لا هو واحد بس اونلاين اكتر سنسيتيف. يعني في براندز من اللي طالعه صغيرين جين زي وكده بينزلوا بازارنا وكده، بنعرف بقى الناس دي بتبيع بكام. حاجه رهيبه. حته السعر مهمه جدا، سنسيتيف جدا. فالاونلاين الفرايتي مهم جدا جدا جدا. توفر الاونلاين مختلف عن الاوفلاين في حاجه كمان، توفر ديبث في البرودكت كانفنتوري. يعني احد الاسباب اللي خلتنا نصنع براند باسمنا، ان احنا كنا بنروح نطلب من السبلاير بتاعنا اللي هو نيمد حد تاني، ما نلاقيش عنده كميات كبيره. والاونلاين وقت الكوفيد كنا بنحرق مثلا 1000 في الموديل، بنبيع 1000 في الموديل. طب هو الراجل ده ما عندوش، فانا قلت له طب خلاص انا هصنع انا بقى، ما انت ما عندكش. فالاونلاين برضه دي نقطه مهمه، محتاج ديبث كبير جدا، لان انت بتدفع ادز، بتدفع تصوير. دبث يعني ايه؟ يعني من المنتج الواحد كميه قطع كبيرة. كتير. بالظبط غير المحل. انت المحل لو حطيت مثلا 2 بير اس كيو وانت عندك 100 اس كيو مليت المحل. له اخر، ما هو مش هيخش له مليون واحد بقى. يعني فهمت. بالظبط. لكن الاونلاين ممكن يخش لك في الويب سايت 100,000 واحد في مثلا في اليوم. فانت محتاج يبقى عندك ديبث في الانفنتوري تقدر تشتغل عليه، مش كل ما يخش يلاقي اوت اوف ستوك. بس كل اللي انت بتقوله ده على ناحيه تغطيه الديماند اكتر. طب جنريتنج بقى الديماند يعني، ولا الدنيا وصلت لمرحله معينه ان انت خلاص هو الديماند كده موجود؟ يعني ايه انت لما بدات اونلاين في 2017 كانت هي زقيت ازاي؟ يعني يلا بينا نجيب الصور ونعمل اعلانات ويب سايت كويس، ولا ازاي الاونلاين ده كبر؟ يعني الحاجات اللي انت بتقولها دي كلها دي بتغطي الكبر، نتائج ان الاونلاين كبر، ان انا لازم اغطي الكلام ده بستوك وكده. بس هو كبر ازاي بقى اصلا؟ مش هفتي عليك يعني قوي بصراحه، بس كنا في الاول بنعمل شويه اوفرز اونلاين، باندلز. وقت ما بدانا كان الادز كانت رخيصه في 2017، ما كانش في خناقه بتاعت كانت الدنيا ارخص. يعني ما اعرفش الناس فاهمه ان فيسبوك ادز ده عباره عن بيدنج. فكل ما الناس عماله تزيد ان هي عايز تعمل ادز على فيسبوك، كل ما الادز عماله تغلى. في 2017 كانت الادز رخيصه، فكنا بندوس ادز، بنعمل باندلز كويسه، ما كنا بنصور بطريقه كويسه. ما كانش في غيرنا بيبيع هوم وير اونلاين في 2017. فدي الحته اللي عملت البوش الاولانيه. مش قادر اتذكر حاجه. الموضوع ساعتها كان ابسط من كده. يعني بالما بس اقول لك دي حاجات كتير كان بيصور، كان يعني كانك يعني فالنتينو بيصور. دي حاجات كتير يعني، سعر الادز والسوق والكلام ده كله، دي حاجات كتير مش موجوده النهارده. احنا ما بنكسبش من اونلاين النهارده، ما بنكسبش. طب البراند الغلبان الصغير يعمل ايه لو بيبتدي اونلاين النهارده؟ يعافر ويفتح فرع ويفتح محل عشان يعرف يقسم تكلفه الادز على المحل وعلى الاونلاين. انا النهارده لو حملت تكلفه الادز بتاعتي على الاونلاين بس اخسر، اطلع سالب، اطلع نيجاتيف على البي ان ال، اطلع نيجاتيف. لو حملت تكلفه الادز كلها على الادز الاونلاين، لو حملتها على الاونلاين بس تبقى خسران في حدود البرايس رينج بتاعنا. في ممكن حد بيبيع بيجامتنا ب 2000 جنيه مش مشكله، بس انا بتكلم على تجربتي، على اللي انا منها. انا في الاونلاين لو في ناس كتير بتحاول تحفرك وتطلع اونلاين، تطلع النهارده اونلاين. الموضوع صعب مش سهل، الا بقى لو حد عنده بروفيت مارجن واسع. يعني انا كنا لسه لازين بازار ليديا اكرم. في ناس بتبيع ست ب 2000 جنيه قشطه، هي عندها مارجن واسع تقدر تصرف عليه 20% ادز. بس احنا بصراحه ما عندناش اللكجري دي بصراحه. في تو اس احنا بنبيع فاليو، يعني بنبيع منتج جودته كويسه بسعر كويس. مش بنبيع، ما عندناش حاجه ب 2000 جنيه مثلا. عندنا اكتر حاجه مثلا ب 1000 جنيه مثلا، اعتقد بيجامه اغلى حاجه عندنا. فالبراند اللي طالع جديد لا انصحه اونلاين مع اوفلاين. يعني لسه واحد صاحبنا طارق تامز بتاع الجزم الشو ميكر، عمل محل في مول مصر وبيفتح في تاني في الرحاب. هو كان اونلاين في حته، ولما فتح المحلات لقى الموضوع اختلف معاه. عارف يقسم تكلفه الاعلان دي العاليه دي اللي هي مين كوست عنده اونلاين، اللي هي المين كوست، عارف يقسمها على الاوفلاين معاه، يشيل معاه شويه، يشيل. لان هو بجد يعني انت نصيحتك شبه النصيحه اللي انت اديتها لنا اديتها لاصحابنا، يعني اللي هو ايه، حاول تفتح محل في اسرع وقت. صح. طيب انا اعتبر خلاص اسئلتي. انا عايز اسالك على حاجه. انت كنت قلت في اول الحلقه ان هو اصلا سبب انتوا اشتغلتوا من انتوا صغيرين وكده ان الوالد ربنا يديله الصحه كان تعبان.
بمناسبه الوالد، هل هو النهارده يعني عمره عدى، انتوا ما شاء الله عاملين جروث، هل هو جه مثلا قال لك والله يا شحاته انا فخور بيك ان انت عملت ده، ولا ده مش شخصيته يعني، مش اللي هو يجي يقول لك حاجه؟ هل انت بص، حاسس ان هو الفاميلي بيزنس حاجه صعبه جدا جدا آه. جدا جدا. ان يبقى فيه قرابه وشغل وفلوس حاجه صعبه جدا جدا جدا. ومعظم الفاميلي بيزنس اللي بتطلع لحد الجيل الاول بيبداها، الجيل التاني بيكبرها، الجيل التالت بيوقعها. ف ال انك تشتغل جوه فاميلي بيزنس مع اخواتك، مع ابوك، مع كده، يعني صعب وصعب. طبعا بابا بيقدر جدا اللي انا بعمله جدا. بس ما بتقعدش معاه بابا ده احنا ضعف السنه اللي فاتت، بقول لك برافو حبيبي الله لا، ينور. بيقول برافو، بيقول طبعا برافو، بيقول برافو. بس اه ابويا لو عليه، ابويا شخص قنوع جدا، يقول لي يا ابني احنا طب ما حلوين الحمد كده، لله، الحمد لله، ما تفتحش فروع تاني، ما نعملش حاجه تاني، اقعد مع ياسين، واقعد مع مراتك، واقعد معايا. طبعا انا بعمل كده، بس انا عندي طموح ان انا ايوه. نفسي احققه. يعني لا، هو بيشجعني بصراحه جدا. مم. بس هو يعني دافع السن شويه، مش بيبقى عايز ان احنا يعني ازود متاعبي، وازود المشاغل، وازود جيل المخاطر، مختلف هو عشان هو وازود بيبص لها المخاطر. من منظوره ان بالظبط، هو دلوقتي انا مش عايز دي، بس بالظبط، اكيد وهو كان اصغر كان بالظبط، ممكن يكون بيفكر بالظبط. في الموضوع بطريقه وانا مختلفه. واللي حاولنا نعمله ان احنا عملنا جوفرنس جوه الفاميلي بيزنس. يعني احنا شركه مساهمه، انا املك اسهم فيها، اخواتي يملكوا اسهم فيها، انا عضو منتدب معين، موظف بمرتب، باخد مرتبي، وانا في نفس الوقت انا مساهم. بقى في اجتماع مجلس اداره، في تارجت بيتحط اول السنه، بناء عليه بيتحط لي مرتبي، حققته باخد ده، ما حققتوش لا. انت بتجاوب على سؤال مهم جدا، لان انا كنت اسالك بقى النصيحه بتاعت الان ان احنا في فاميلي بيزنسز، يعني بيزنس عائلات كتير جدا بتتدمر بسبب اللي انت قلته، وموضوع الاجيال وكده، وخناقات، وفي اللي هو تلاقيه بياخد من فلوس البيزنس لحاجته الشخصيه، والدنيا بتبوظ حتى بين الاخوات وبين الناس القريبه. يعني لو قلنا اهم النصايح او كده، يعني ممكن من ضمنها موضوع الجوفرنس ده، علشان يبقى الموضوع فيه نوع من انواع البيس او السلام بين الناس اللي موجوده في البيزنس وبعض. لازم يكون في جوفرنس، لازم 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 لازم. يعني كاننا مش قرايب، كاننا مش قرايب. يعني فلوس الشركه في حته، وفلوس الشخصيه في حته. فلوس الشركه في حته، وفلوس الشخصيه في حته. احنا مساهمين، اوكي، بنوزع ارباح، بنوزع. ما بنوزعش ارباح، اوكي، ما بنوزعش ارباح. طيب مين اللي سايق؟ اللي سايق ده بياخد مرتب، هو موظف. كاني جبت واحد من بره غريب ما يعرفنيش وعينته في الشركه. دي مهمه جدا 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 جدا. للاسف يعني انا محظوظ ان والدي سمح لي ان انا اقدر نعمل النظام ده. في للاسف بيبقى الابهات ما بيسمحوش بده، وده غلط جدا جدا. يعني والدي كان متفاهم في بعض الاحيان، ومش متفاهم في بعض الاحيان، بس وي فاوند ميدل جراوند ان احنا نوصل للاطار ده. النهارده انا واخويا ووالدي واخويا التاني كلنا مساهمين في شركه، الحمد لله تقييمها كبير، وهم بيشوفوا ان تقييم الشركه عمال يزيد، وحجمها عمال يزيد، ومبيعاتها وبالتالي ارباحهم عماله تزيد كمساهم. بيبص في الاخر هو مساهم، عنده اسهم في الشركه دي، ليا فلوس وليا ارباح بتطلع لي كل اخر سنه، باخد جزء منها او بنوزع جزء منها. فلازم يكون المنظومه دي governance حدت من الخناقات او المشاكل الى حد كبير جدا جدا جدا. اهم حاجه يكون في governance، كاننا مش اخوات. هل في حد بيقدم، يعني واحد دلوقتي بيسمعك، ايوه اعمل ده ازاي؟ انا ما اعرفش. هل في ناس متخصصه انت بتروح بصراحه انت لازم انت اللي تذاكر الموضوع ده وتشوف هتعمل الاستراكشر ازاي؟ بصراحه انا ما بضحكش عليك، ما اعرفش. بس احنا عملناه ما بيننا اتفاق، يعني قعدنا هنتفق هندي ايه يا جماعه، هنقسم ازاي. بالظبط. وواحد بقى يبقى ما يعني يبقى طالع من اي ميول ليه، يعني فاهمني. انا حقي وحقك، خلاص. انا ده حق الناس وده حقي، كل حاجه تمشي نطلع شويه العواطف. اللي انا بقوله ده صعب جدا، وصعب جدا يتحقق. انا عارف. بس لو حد الشخص اللي سايق لازم يكون مدرك ان البيزنس يكمل مبني على اللي هو بيعمله. لان يعني في بيزنس كتير، فاميلي بيزنس بتقع ما بتكملش بسبب المشاكل دي. فتكمله البيزنس لازم الاشخاص دول المساهمين او الفاميلي بيزنس تكون مدرك كاشخاص وكواحد سايق فوق، يكون مدرك ان هو لو ما عملش ده وهم ما عملوش ده، ويقنعهم باي طريقه، البيزنس هيقع. لو عمل ده هيعدوا.
خلاص يبقى كده انت يعني بالظبط، الى بر الامان الى إن بر شاء الله. الامان بالظبط. طيب انا خلصت اسئلتي، بس انا بحب اسيب اخر كده كام دقيقه ليك، لو انت حاسس ان احنا في حاجه ما غطيناهاش او ما سالناش فيها، او عايز تدي نصيحه معينه او اني لاست ووردز زي ما بنقول للناس قبل ما نختم الحلقه يعني. لا انت بصراحه غطيت كل حاجه. نقطه الاوفلاين والاونلاين دي نقطه مهمه، يعني باكد عليها جدا جدا جدا. حاجه كمان يعني احنا في مصر ممكن نعمل حاجه بجد، يعني ممكن نعمل حاجه كاي براند فاشن في مصر. في عندنا فرصه حلوه قوي ان انخفاض سعر العمله، طبعا للاسف هو عمال ينخفض، فده بيخليك مش عارف تثبت على حاجه، بس انخفاض سعر العمله ده حاجه كويسه جدا لينا. من في الجزء لو انت بدات تبيع بره، احنا بقينا رخاص جدا، منتجنا بقى رخيص. نشتغل يعني، واحد المفروض نبدا نشتغل على احنا نحاول نبيع بره، لان مش هنفضل في القصه دي كتير. فاللي هيصلح وهيعدل الحته بتاعه الدولار وسعر الدولار ده بجد احنا كقطاع خاص كشباب. احنا الانتربرينور سوسايتي اللي موجود في مصر دلوقتي عافر في الكورونا وطلع، عافر في الثوره وطلع. ازمه الدولار دي هنعافر فيها، مش هنلاقي ان الحكومه ساعدتنا وعملت الكلام ده. هم يعملوا عندهم اللي يعملوه، بس احنا كقطاع خاص ك ك ك كانتربرينور سوسايتي هنقدر نعمل ده. هنقدر يعني. انا اعرف ناس صحابي كتير، هدير كانت لسه هدير ما شاء الله شغاله في الخليج كويس جدا 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 جدا. ناس تانية كتير بتصدر كتير. فهيجي يوم هنقدر بشطاره مننا احنا كبرايفت سيكتور هنقدر ان احنا نتغلب على مشكله الدولار دي اللي عندنا لنا مشكله كبيره. بس وربنا يسهل ان شاء الله. محمد شحاتة، شكرا لوقتك النهارده وشكرا لوجودك في 5 بزنس. شكرا يا يوسف، شكرا.